على فكرة كده ما ينفعش. أنا كده جبت المعدات وهارفد الناس وهنفضل قاعدين وما لناش حاجة غير إن إحنا قاعدين نسجل. فعلًا ما بقوش متقبلين فكرة إننا لأ، عايزين ست الكل معانا. ازيك يا ست الكل؟ الحمد لله عاملة إيه؟ زي الفل. أنتِ على فكرة عاملة لي حتة بلوك كده يعني في الشغل. ليه؟ بُصّي يا ستي، الحصة اللي فاتت فاكرة حصة الطفرات؟ أكيد. المرة اللي فاتت أنا نزّلت الحصة دي على اليوتيوب، قُلت أجرّب فكرة أنا وست الكل وقعدنا سوا والحصة بتاعتي. سجّلت بعدها الحصة اللي أنا المفروض هاسجّلها النهارده. إمم. الحصة كانت جميلة جدًا. الحمد لله. عاوزين ماما الدكتور هوبا، عاوزين ماما الدكتور هوبا ليه بقى؟ إمم. قالوا لأ أنت بتتكلم بتلقائية، هي بتسأل نفس الأسئلة اللي إحنا بنسأل فيها، وبقت إن الطلبة نفسهم مندمجين، وخصوصًا إنِّك كنت علمي رياضة، فبرضه أول مرّة تسمعي الجزء بتاع الDNA ده. فباختصار شديد يعني أنتِ كده هتوقّفي سوقي، لا، لا، لأ، أنا كده هاقف، يا أنا رب كده مش يكونوا استفادوا بس. طيب زي الفل. في جزء إحنا هنقوله كده نصيحة في النُص كفاصل، لإن الحصة ديّة من الحصص الحلوة جدًا، وعايز أقول لِك إن إن الحصص شاء الله. دي هانزّلها على اليوتيوب، الحصة دي هانزّلها على اليوتيوب، وجزء الRNA ده كل سنة العيال بيصحوا منه على اليوتيوب، إمم. كل طلبة اليوتيوب حرفيًا بيصحوا منه. إن شاء الله سهل جزء سهل، ليه بقى؟ هو الRNA مبني على الDNA. إمم. طبعًا أنت كنت معايا المرّة اللي فاتت فهمت الطفرات، بس هافكّرِك بسرعة. فاكرة إحنا لمّا كنا بناخد الDNA، فاكرة الDNA كان شكله عامل إزاي؟ طبعًا كل اللي فاكراه اللي هو شكله إمم. شكل الحلزون كده، اللي هو شكل الحلزون كده فاكراه؟ أكيد. ده شكل الDNA. معروف إن الDNA بتاعنا عبارة عن شريطين ماشيين مع بعض، ومعروف برضه إن هو عبارة عن أجزاء متكاملة. يعني عندِك قواعد هو عبارة عن 4 حروف، اللغة إمم. بتاعة الDNA ده كله 4 حروف، إحنا اللغة العربية بتاعتنا 28 حرف، هم 4 حروف. دايمًا الحروف بتاعته عبارة عن الأدينين إمم. والجوانين والسيتوزين والثيامين، إمم. الA والG والC والT ال4 دول. ودايمًا على الشريط ده لو لقيتِ فيه أدينين هنا، قصاده الناحية التانية المكمل ليه ثيامين، يبقى الA قصادها T والG قصادها C، يعني اللي شكل بعض. إمم. الC والG شكل بعض، فخلاص الG هيبقى قصادها مين؟ الC. طيب الC جي. G برافو، ها يبقى قصادها إيه؟ G. وعندِك الT قصادها إيه. A. حلو جدًا، كده ألِف ب خالص. طيب أنا عندي ده الDNA بتاعنا عبارة عن إيه؟ عبارة عن جينات. إمم. عبارة عن إيه؟ عبارة عن جينات. الDNA الجينات بتاعته اللي موجودة فيه ديّة عبارة عن تتابعات من دي كلغة. اللغة دي بالنسبة لنا مشفّرة والّا إحنا فاهمينها؟ مشفّرة، يعني شفّارة حاجة أكيد. بتحمل شفرة. يعني هو الAGCT AAA CC مش عارف إيه عمّالة بتتابع، بحيث مثلًا إن من أول الحتّة دي لحد الحتّة دي، كل التتابع اللي موجود هنا ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن جين. إمم. الجين دوّة المفروض مثلًا هنعتبر مثلًا إن هو جين الأنسولين. جين الأنسولين. جين الأنسولين ده المفروض إن هو بيدّي أمر لإيه؟ إنه يطلّع إيه؟ أنسولين. يعني أنسولين. إحنا جوانا جين أنسولين، المفروض إن الخلايا بتاعة البنكرياس جين الأنسولين ده يكون نشط فيطلّع لي في الآخر بروتين اسمه إيه؟ اسمه أنسولين. يعني المفروض ده في الآخر يعمل لي بروتين كده عبارة عن اسمه أنسولين. وهنا يأتي السؤال، إزاي؟ إزاي الDNA بتاعنا بيدّينا في الآخر أنسولين، إزاي الحتّة دي؟ بُصّي يا ست الكل، أنا دلوقتي عايزِك تعملي لي طبق كيكة، بس كيكة يابانية، حلو؟ هتعملي إيه؟ أول حاجة خالص هتبدئي تدوّري على المصدر بتاعها. إحنا ما عندناش نت، ما فيش مصدر للنت، هي مكتبة واحدة اللي موجود فيها المصدر أو كتاب كبير أوي موجود في منطقة واحدة، هو اللي فيه كل وصفات العالم كله. هتعملي إيه؟ تروحي تجيبي الكتاب ده وتروحي بيه المطبخ وتقري الوصفة وبعد كده تطبّقي، والّا هتروحي واخدة نسخة الحاجة اللي أنتِ عاوزاها؟ نسخة بس. هي دي اللي إحنا عاوزينها. الDNA بتاعنا هو عبارة عن الكتاب الكبير اللي مليان وصفات. الوصفات بتاعتنا دي إحنا بنشوف الوصفة اللي إحنا عاوزينها وناخد منها نسخة، والنسخة دي بنروح عاملينها كطبخة اللي هو البروتين. إمم. يعني الجينات عبارة عن وصفات، والجينات دي لمّا نيجي ناخد منها نسخة ونطبخها تدّيك مين؟ الطبخة نفسها. إمم. ده باختصار شديد بلغة المطبخ. طيب دلوقتي أنا عندي الDNA بتاعنا كام نسخة؟ كام وحدة؟ 46 حتّة في خلايا الإنسان، إمم. يعني كل خلية إنسان فيها 46 DNA.
وعايز اقول لك من طول الدي ان ايه بتاعنا ان هم 46 حته دول، لو لمستهم او ربطتهم الاطراف بتاعتهم في بعض هيدوك في الاخر كام شريط طوله قد ايه؟ 2 متر. إمم. الخلايا بتاعتنا بتتشاف تحت الميكروسكوب. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى مقسمهم 46 حته، كل واحده بس تحمل الاف الجينات وبتكون مضغوطه في صوره كروموسوم. فالدي ان ايه لما يتضغط يبقى كروموسوم 46 حته ب 46 كروموسوم. هو ده. طيب هنمسك مثلا الحته دي، لقينا جواها جين الانسولين. جين الانسولين ده احنا بنعمل ايه؟ بنعمل عمليه اسمها عمليه نسخ. هننسخ منه ده الكتاب. فتحنا الوصفه بتاعه الانسولين جوه البنكرياس خلاص، ونبدا نطلع منها الايه؟ الحته اللي احنا عاوزين نطبخها. جين الانسولين هنعمل عمليه نسخ، هناخد النسخه اللي احنا عاوزينها. يبقى العمليه دي اسمها عمليه ايه؟ نسخ. احنا هناخد نسخه، عمليه النسخ. هناخد نسخه من الجين ده. طيب لما ناخد نسخه من الجين ده هناخد ايه؟ هناخد الشريط ده ولا الشريط ده ولا هناخد الاثنين؟ ده اللي احنا كنا فاكرين. إمم. بص يا ست، دلوقتي انا عندي الدي ان ايه بتاعنا ده عباره عن شريطين في عمليه هم عارفينها اسمها عمليه التضاعف. عمليه التضاعف دي ان انا عندي ال 46 جزيء دي ان ايه قبل ما الخليه تنقسم. شفت الخلايا بتاعتنا احنا بنكبر ازاي؟ ان الخليه بعد فتره تروح منقسم فتديك اتنين. إمم. فاحنا خلايانا عماله تتضاعف. طيب لو انا خدت خليه من شعري وخليه من جلدي مش هلاقي فيهم نفس الجينات؟ أكيد. كل كروموسوماتنا في كل الخلايا واحده. إمم. يعني جين الانسولين ده مش موجود في البنكرياس بس، موجود في كل حته في خلايا جسمي. كل خلايا جسمي فيها جين انسولين، ولكن جين الانسولين نشط في انهي خليه؟ في البنكرياس. في البنكرياس بس. يعني وجوده في اي خليه، تمام. نشط في خليه البنكرياس بس. طيب دلوقتي هنجيب، احنا كنا في الاصل خليه واحده اللي هي إمم. الزيجوت، اللي هي اللقاحه الصغننه. الحيوان منها بويض ادوني زيجوت. الزيجوت ده جواه 46 حته دي ان ايه، 23 من الاب و23 من الام. مبروك انت كده لقيت بيبي جديد. الخلايا الواحده دي لما تيجي تنقسم بيحصل لها ايه؟ قبل الانقسام، قبل ما تبقى اتنين، بيحصل حاجه اسمها تضاعف الدي ان ايه. إمم. الدي ان ايه اللي جوه ده اهو بيطلع منه نسختين. عارفه ازاي؟ بالطريقه دي. الايه قصادها تي تي أي. والجي قصادها سي. طب ما احنا نعمل كده، هنخلي الشريطين دول ينفصلوا خالص عن بعض. نخليهم خالص 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 مفصولين عن بعض، ينفصلوا. ماشي. وبيجي انزيمات اسمها انزيمات البلمره. يعني ايه بلمره؟ بلمره اصلا كلمه انجليزيه معناها بوليمريشن. بوليمريشن دي معناها بناء. فلما اقول لك انزيمات البلمره هي انزيمات الايه؟ بناء. البناء. حلو جدا، امسك في الحته دي. طيب شريطين الدي ان ايه دول، واحد دايما 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 بدايته 3 ونهايته 5. يعني لحد اخره هنا الناحيه التانيه هتلاقي 5، واللي قصاده الناحيه التانيه عكسه. 5 و3. 5 3. إمم. واحد بدايته 3 واحد نهايته 5. واحد بدايته 5 ونهايته 3. هم نفس الشريطين ولكن عشان يمسكوا في بعض بيبقوا معكوسين زي شبه القضيبين بتوع القطر، وقطرين قابلين بعض. ما يمشوش جنب بعض، يمشوا عكس بعض. طيب ايه اللي جاب ده للي احنا بنقوله؟ هقول لك. بيجي انزيمات اسمها انزيمات البلمره. اول حاجه خالص بنعملها بنفصل الشريطين دول، بنقصقص الروابط اللي ما بينهم زي بالمقص كده. بيجي مقص كده يقصقص الاتنين دول. انزيم اسمه انزيم اللولب، مش هو شكل اللولب؟ إمم. بيفصل اللولب فسموه انزيم اللولب. بيفصل الشريطين ويروح جاي عامل حاجه حلوه خالص، ان هو بيبدا يبص والله انزيم البلمره اللي هيبني دي ان ايه ولا هيبني ار ان ايه؟ احنا دلوقتي بنعمل تضاعف، بنخلي نسخه الدي ان ايه 2، آآ هنبني دي ان ايه جديد. إمم. حلو. فانا عايز اقول لك انزيمات، بص الحته دي مهمه جدا وانتوا كمان اكتبوها. انزيمات البلمره دايما دايما تاني. دائما، لا ما في منها، ما هو بلمره يعني بناء. لو دي ان ايه بوليمريز اللي هو انزيم بلمره الدين هيبني دي ان ايه. تمام. لو ار ان ايه بوليمريز يبقى هيبني ار ان ايه. طب ماشي، دايمًا حلو. بيبني إيه بقى؟ انزيمات البلمره دايما بتشتغل على الشرايط الاصليه دي، مش هي بتبني شريط جديد. أيوه. بتقف دايما بتحب تبنيها من التصاعدي، مش زي العيال دي. العيال دي تحب دايما تقول لك انا قعدت فانا هوصل النهارده. ما فيش حاجة بتيجي. انا قعدت دلوقتي على الكتاب يبقى انا لازم اقفل. إزاي؟ اصل انا ذاكرت ساعه انا لازم اقفل الماده. انت متخيله؟ انزيم البلمره بقى هم اتعلموا منه، دايما بيبدا من الصغير للكبير. يعني ده شريط اصل بدايته 3 ونهايته 5، وده بدايته 3 ونهايته 5 بس الطريق المقابل. انزيمات البلمره دايما تقول لك ما بحبش اوصل للقمه على طول، انا فاهمة لازم قصدك. اروح اقف في البدايه الثالثه، ما اقفش عند 5.
اطلع تصاعدي، السلم بيطلع واحده واحده. فدايما آه، دايما بيبدا على الشريط الاصلي، مش ده الشريط الاصليه، الشريط الاصلي يبدأ من 3. في البدايه 3. دايما بيقف عند 3. مش هم هيبنوا اشرطه جديده، يبدأ والّا يُقف؟ هو هيقف هنا عشان يبدا من عندها، يبني تمام. شرايط جديده. إمم. طيب هو وقف عند 3 اهي، هيبدأ يبني. هيبدا يبني من عندها. أوكي. طيب هو احنا مش قلنا ان الشرايط دايما عكس بعض؟ تمام. طيب لما يجي يبدا من عند 3 هيحط قصادها 3 ولا آه 5؟ طبعًا. 5، الله ينور عليك. فهو ده القانون بقى، وده ثبت مش مكتوب في الكتاب، بس انت دايما تستنتج اي انزيم بالمره كده انت شريط اصلي انا هقف عند 3 إمم. يبقى المقابل وابني الجديد. تمام. دايما اي شريط جديد بيتبني 5. دايما هم بيسالوا دلوقتي طب احنا بنتكلم عن ار ان ايه اللي جاب ده للتضاعف؟ عمليه النسخ اللي احنا هنقولها دلوقتي هي نسخه طبق الاصل من التضاعف. بس افهميها واحده واحده. دلوقتي انا هبدا من عند البدايه 5، انا وقفت عند 3 عشان ابني شريط جديد 5 إمم. لحد 3. طب بيبنيها ازاي؟ ببساطه، هو مش عندك هنا ادينين آه. قاعده حرف، قلت لك قصاده ايه؟ ثيامين بس. وهنا عندك جوانين هحط لك سي. سيتوزين، عندك ثيامين هحط لك ادينين. دي عمليه البناء. طب ده حلو. طب الشريط التاني العكس. لازم اقف عند 3. ايوه برافو، انا خلاص علمتها نفسي بقى خلاص اهو، هقف دايما عند بدايه 3 واحط شريط جديد دايما بدايته 5. يبقى ده دايما هبدا من عنده ايه؟ 5. 3 اهو بدايه اهو، هروح حاطط من هنا وامشي العكس واحط هنا 5. مش إحنا قُلنا هنفُك أو هنقطع الرابط، احنا يعني بنفك اتنين الشريطين. مقابلين، ايوه هيبني إزاي فوق وتحت؟ اهو انزيمات. إمم. انا دلوقتي هرجع اقولها لك من اول تاني، هو ده ادينين كان في الاصل قصاده ثيامين. إمم. طيب هنا لما انا بنيت ايه؟ ثيامين. طب هنا دي كان قصادها ايه؟ ادينين، فهحط هنا ادينين. تمام. فدول كانوا في الاصل ادينين وثيامين، كونوا نسختين طبق الاصل، ادينين ثيامين، ادينين ثيامين، وانت ماشيه بقى على نفس الطريق. هوب هتلاقيهم فلتوا عمالين يفكوا من بعض. هوب لقيت في ثبّتوا بعض. ايه؟ اه مبروك بقى عندك ايه ده؟ من الجزيء ده اللي هي الحته الدي ان دي بقى عندك منها نسختين. تمام. مش هم 46؟ هيبقى عندك بقى 46 بقوا فجاه 92. كده الخليه بقى تقول لك بس انا كده ايه اطمنت، هبدا انقسم يعني ايه؟ هجيب ال 46 دول اقسمهم على 2 واطلع خليتين جداد فيهم نسخه طبق الاصل من بعض. إمم. عشان كده احنا بنحافظ على المعلومات الوراثيه بتاعتنا. إمم. طيب عشان كده اي خلايا في جسمك تيجي تاخد منها عينه تلاقي نفس الجينات بالظبط، باختلاف العضو نفسه انهي جين اللي شغال فيه. انت بنكرياس، انت عندك كل الجينات، عندك كتاب الاحياء كامل، بس انت بتذاكر لي بس الفصل الاول. آه. اذا انت عندك كل الجينات، جزء انت واحد. بنكرياس بس انت هتطلع لي انسولين بس. إمم. هي دي الفكره، عشان ده بيجي لهم ام سي كيو. يجي لهم بقى، شفت امتحان الثانويه العامه بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم يوجد جين الانسولين في البنكرياس ولا في الغدد الثدييه ولا في ولا في الاعضاء التناسليه ولا في جميع المصاب؟ إمم. يوجد في كله. أوكي. طيب ينشط نفس السؤال اهو، بس زودت كلمه ينشط. إمم. ينشط جين الانسولين في خلايا البنكرياس ولا في خلايا التناسليه ولا خلايا الثدي ولا جميع ما سبق؟ لا بنكرياس. بينشط في البنكرياس لكن موجود في كله. ده بالتأكيد. امتحان اخر السنه. إيه ده؟ ده اقسم بالله دي احياء. الاحياء عمرها ما كانت حفظ، عمرها ما كانت حفظ. فاهم. هو تفهم ده عشان كده بقى ايه ها. ماشي إزاي؟ اهو شوف انت دايما كنت تسمع ايه؟ يخش علوم عشان بيحفظ. دي حقيقة. لأ، أنا مش في حفظ خالص، أنتِ فهمتِ دلوقتي خلاص أنا هافهمها. طيب مش أنتِ فهمتِ دلوقتي إن هي دي عملية اسمها التضاعف؟ نطلّع استنتاج نثبّته في دماغنا دايمًا، أي إنزيم بالمرة بيبدأ من عند البداية 3. للقالب الأصلي، دول البرتقانيين دول هم الأصليين، أكيد. والزرق دول الجداد. إنه فأنا هاكتب لِك هنا أهو، دول اللي أنا هاعملهم بلون تاني مثلًا هاعملهم برتقاني أهو، دول أهو إنزيمات البلمرة دايمًا بتبدأ من على القالب البرتقاني اللي هو اللي هو البرتقاني ده، عشان تبني لك أشرطة جديدة، نسمي الأشرطة دي إيه مثلًا؟ نسمي الأشرطة أهو ليبني، أهو ليبني أشرطة جديدة. الأشرطة الجديدة دي نقدر نسميها إيه؟ قالب جديد، ده القالب الأصلي للأشرطة الجديدة. بدايتها دايما إيه؟
إحنا مش بدأنا من عند القالب الأصلي من عند 3؟ 3 أيوه. يبقى الأشرطة الجديدة دايمًا بدايتها 5. إمم. العكس، يبقى دايمًا اللي يبني أشرطة جديدة دائمًا بدايتها 3 ونهاية بدايتها 5 ده جديد. جديدة. ما هو آه، الأزرق أنا كتبت لِك بالأزرق أهو. تمام. بس، يبقى إحنا عندي أهو بس، ده أنا باقول ده كله ليه؟ عشان هو اللي اتعمل هنا بالضبط هو عملية النسخ. نرجّع بقى اللي إحنا كنا بنقوله دلوقتي، عملية النسخ. إيه عملية النسخ دي؟ مش إحنا هنا كوّننا DNA من DNA؟ إمم. بس ده بيحصل في حتة والّا في الDNA كله؟ أنا بافصل حلو. الشريطين كلّهم، إمم. الDNA كله، لأ أنا بافضل ماشي كده على طول، بافضل أيوه، أفصل أيوه، أيوه. كله. يبقى عملية التضاعف أنا بامسك ال46 DNA بافصلهم كلّهم وأعمل منهم نسخ. لكن النسخ أنا ما باجيبش كتاب قبل نظير الكبير واعمل له ما باعملوش. لو عملت له تضاعف ده تضاعف، لكن لمّا باخد وصفة أنا بانسخ حتة. إمم. يعني مش بامسكه كله، لا، لا، لأ، أنا عايز الحتة دي اللي هي بدايتها من هنا ونهايتها هنا، اللي هو اسمه gene الأنسولين. بنعمل إيه بقى؟ نفس اللي حصل في الحتة دي بالضبط. إمم. دي بتكمل للآخر، أنا هنا مش هاكمل للآخر، أنا هافُك الشريطين عن اللي بعض، في الجزء ده. الجزء ده بس. حلو؟ تمام. نفس أول خطوة في التضاعف، إمم. بالضبط. طيب وبعد ما هاعمل إيه؟ هابدأ آخد نسخة من شريط واحد. أنهي شريط بقى؟ هنا بقى تيجي العكة. خلاص أنا كده عرفت إن هنا ده بدايته 3 خلاص، دي هنا بدايته 3 ونهايته 5، والعكس هنا بدايته 3 ونهايته 5، صح؟ شريطين عكس بعض، أنسخ من أنهي واحد؟ دي النقطة بقى اللي هي الفيصلية. دلوقتي وهنا يأتي السؤال، أنا دلوقتي هو أنا ليه آخد من شريط ما أنا آخد من الاتنين؟ لأ أقول لك ما هو الRNA عبارة عن شريط واحد، الجزيء عبارة عن لولب مزدوج، آخد من ده والّا آخد من ده؟ يا ترى أنهي واحد؟ وهنا يأتي المعضلة. نرجع حتة قبل حصة الطفرات وكنت باقول لهم على حاجة اسمها المحتوى الجيني. يا ترى الDNA بتاعنا ده كله من أوله لآخره عبارة عن جينات؟ لأ، مش كله جينات، بالعكس أنت عندك حتة صغننة أوي من يعني لو جبنا ال2 متر اللي هم الDNA دول وجينا نبُص ممكن تلاقي مثلًا 15 سنتي هم اللي جينات. إمم. طب والباقي إيه؟ بلا أي شفرة، عبارة عن تتابعات ما لهاش لغة، كأنك بتكتب طلاسم ما لهاش شفرة. عشان كده إحنا بنقول على الجينات نيوكليتيدات أو تتابعات مشفرة، يعني تحمل لغة بس أنا ما باعرفش أقراها، هي لغة. يبقى دي أكواد شفرة حقيقية بتطلّع جين أو بتطلّع بروتين. طب والباقي؟ لا يمثل أي شفرة، يعني كلام بلا معنى. طب وده لازمته إيه؟ تعالَ أمّا أقول لك. أنا مش عندي 46 حتة DNA، ال46 حتة DNA دول المفروض إن هم بيكونوا في صورة كروموسوم مضغوطين. طيب ال46 أو كل كروموسوم من دول معظم الحتت التي لا تمثل شفرة اللي هي تتابعات ما لهاش لغة، اللي هي كده زيادات، دي موجودة دايمًا في الأطراف. فتلاقي إن الDNA بتاعنا أهو، مضغوط، 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 مضغوط. معظم الحتت التي لا تمثل شفرة في الأطراف، هنا وهنا. إمم. طيب ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى حاطط إنزيمات في الخلية بتنهش في الDNA، والإنزيمات دي ما بتنهشش في النُص، بتنهش دايمًا في الأطراف، ضعيف. بتنهش في الأطراف. طب إيه رأيك لو إحنا حطينا جين الأنسولين في الطرف وجات الإنزيمات دي كلته، الراجل ده هيبقى عنده جين أنسولين؟ ربنا سبحانه وتعالى حاطط الأجزاء التي لا تمثل شفرة في الأطراف، هنا وهنا. مش بس كده، متنطورة في النُص، تلاقيها هنا وهنا وهنا. إمم. يبقى أول حاجة خالص من وظايف الحاجات التي لا تمثل شفرة اللي هي دي اللي بيسموها الحبيبات الطرفية، دي أول جزء لا يمثل شفرة. تاني جزء، إحنا هنا دلوقتي مش إحنا هنا دلوقتي مضطربين والحقيني بسرعة ننسخ من الشريط ده والّا من الشريط ده؟ أنهي واحد؟ جميل. وهنا يأتي الجزء اللي هي المتنطور، الحاجات المتنطورة اللي ما لهاش شفرة. إمم. إيه الأجزاء اللي ما بتمثلش شفرة لازمتها إيه هنا؟ أقول لِك، بتيجي هنا تفُك بقى كل ده، ييجي إنزيم البلمرة بتاع الRNA يروح موجود، والله أنا هاقف لك هنا. يعني إيه؟ يعني في تتابعات هنا لا تمثل شفرة، إمم. مش موجودة في الشريط التاني. يروح إنزيم البلمرة يقف كده عند البداية اللي هي مين؟ البداية 3 هنا، ويقف عند البداية هنا 3، يبُص هنا قبلها، هل في تتابعات لا تمثل شفرة؟ ما يلاقيش. يبُص هنا الناحية التانية يلاقي، بس دي العلامة. بس أنا كده عرفت أنا هانسخ من أنهي شريط. إيه ده؟ يعني الجين عبارة عن شريطين، الشريطين دول
في واحد بس فيهم هو اللي بيحمل المعلومات اللي أنا هانسخها، تمام؟ إمم. طيب وباعرفه إزاي؟ في تتابعات قبله لا تمثل شفرة، بيسموها إيه؟ المحفز. المحفز؟ أيوه، محفز لإنزيم البلمرة اسمه RNA polymerase. إنزيم بلمرة الRNA، إمم. ودايمًا أي إنزيم بلمرة بيبدأ من عند 3. عشان يعمل شريط جديد بدايته 5. بس. اقفش الكلمة. قفشت. حلو، بس إحنا ده اللي عايزينه. إنزيم بلمرة الRNA ده هو ده من اسمه، بلمرة يعني بناء، RNA يعني بيبني RNA زي ما اللي كان بيبني هنا الشريط الجديد اسمه DNA polymerase. حلو، التنسيق. الاتنين إنزيمات بلمرة، يبقى ده إنزيم DNA polymerase، إنما ده RNA polymerase، إمم. الاتنين إنزيمات بلمرة، الاتنين بيشتغلوا زي بعض، بس واحد بيشتغل على الشريطين والتاني بيشتغل على شريط واحد. طب تاني، أنهي شريط؟ اللي فيه محفزات في الأول والّا اللي ما فيهوش؟ اللي فيه محفزات هو اللي بانسخ منه، أيوه، ما هي دي عشان أأكد عليها. هو اللي بانسخ منه، اللي بانسخ منه فقط هو ده اللي عليه المحفز. وهنا يأتي السؤال، إمم. وإيه لازمة الشريط المفاضل؟ إمم. أيوه اكتب لي السؤال ده كده عشان ده سؤال امتحان. طب ما أنا كده باخد من شريط واحد، إيه لازمة اللي قصاده؟ هاقول لِك، مش إحنا عندنا في الجو في إشعاع، أكيد. مش إحنا عندنا في الطفح في تلوث ومواد حافظة، الحاجات دي مسرطنة أنت قُلت معانا في الإيه؟ في الطفح، هم بيصفحوا. أيوه، ما هم رايحين الدروس دلوقتي شيبسي وبيبسي ومش عارف إيه، فده كله مواد حافظة، دي كلها مواد مسرطنة. طيب الحاجات ديّة مش بقت عادة في يومنا؟ أكيد. طيب أنتِ متخيلة لو أنا دلوقتي عندي الDNA بتاعي مش شريطين، شريط واحد، إمم. الشريط الواحد ده قُلت لِك هنا أدينين، جوانين، جوانين، أدينين، سيتوزين، ثيامين، ثيامين، هوب في نيوكليتيدة باظت. إيه أدينين، باظ؟ أدينين، في نيوكليتيدة باظت. الشريط باظ. ده لو شريط واحد صح؟ أكيد. هتعملي إيه؟ التاني طب أنا عاوز أصلّح، هاعمل إيه؟ هتجيب شريط تاني. لا، لا، لأ، ما هو استني بقى أنا عايز أصلّح دي، ما هو أنا هنعتبر إن هو بتاعنا بقى دي وإن هو شريط واحد، أنتِ قُلتِ إيه؟ عشان باظ. نصلّح هابُص الناحية التانية. أيوه هانسى. طيب لأ، أنا هاقول لِك إن هو شريط واحد، إمم. هاقول لِك إن هو شريط واحد. خمّني بقى، أنت مش هنشتغل بقى بالتأكيد، إحنا بالتخمين. اللي كان هنا ممكن يكون إيه؟ ممكن يكون أدينين، أي حاجة سيتوزين، ثيامين، جوانين، ممكن يكون حاجة واحدة من ال4. تمام. يعني إنزيمات الإصلاح هتخمّن ونسبة إصابتها دايمًا الربع، وهُم 4 اختيارات، واحد بس اللي صح، إمم. وأنت بتهبّل مش عارف أنهي صح. حلو، ولو نيوكليتيدة واحدة باظت التتابع كلّه باظ. بيحصل حاجة اسمها المرّة اللي فاتت قُلنا عليها اسمها إيه؟ طفرات. إمم. عارفة ده بيحصل فين؟ في معظم الكائنات، مش في معظم، في كل الكائنات اللي المحتوى المعلومات الوراثية بتاعتها، أو إحنا عندنا المعلومات الوراثية موجودة في DNA. تمام. في فيروسات زي كورونا، الإيدز، الإيدز، الإنفلونزا، إمم. ديّة طفرات يا باشا كل شوية شغّالة. الطفرات دي عبارة عن إيه؟ تلاقي مثلًا إحنا عندنا الطفرات بتظهر واحد جاله بُهاق، واحد عينه لوِّنت غلط، واحد مش عارف إيه. الفيروسات بقى، فيروس كورونا كل سنة ييجي يقول لك هننزّل لك تطعيم جديد، ليه؟ عشان جيناته عشان كلّها بتتغيّر، يتطور. إمم. فالمتحوّر ده معناه إن جيناته كلّها اتلخبطت، لإنه شريط واحد. الإنفلونزا، ما سألتيش نَفْسِك الإنفلونزا ليه كل سنة بييجي لنا الدور؟ هو مش نَفْس الدور، هو نَفْس الكائن بيتحوّر. متحوّر. إحنا عندنا لحد دلوقتي 82 نوع من الإنفلونزا، 82 نوع، 82 كائن لأساس واحد. الإيدز ليه مش لاقيين له علاج؟ عشان برضه متحوّر، مش عارفين متحوّر، يسيطروا ما هو عليه. ده مش إمم. عارفين يجيبوا له ما هو أنت مش ماسك حاجة ثابتة. طيب إحنا كبشر ليه ثابتين؟ ليه دايمًا عينينا هنا؟ ليه دايمًا مناخيرنا هنا؟ ليه الألوان بتاعتنا ثابتة؟ ليه الحاجات بتاعتنا ثابتة؟ لإن الDNA بتاعنا ثابت. قولي سبحان الله بقى على الجملة دي. أنا دلوقتي لو قُلت لِك الشريط أهو، والحتة اللي باظت ده أهي، قصادها هي الناحية طبعًا التانية التانية. أدينين، أدينين، يبقى اللي باظت كانت إيه؟ ثيامين، إمم. يبقى دي اللي كانت صح. تمام. الDNA بتاعنا فيه إنزيمات إصلاح اسمها إنزيمات الربط، دول 20 نوع، مهمتهم بس يفضلوا كل يوم يلفوا كده على الDNA بتاعنا كل اللي هُم الاتنين يضبّط الدنيا. يشوف فين النيوكليتيدة باظت. بُص الناحية التانية. يبقى نرجع للسؤال هنا، إيه لازمة الشريط التاني؟ إصلاح. يحافظ لك على الشريط هو الأولاني.
أيوه أهو إصلاح 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 تمام، اللي إحنا بنعمله آه، خاص. أهو بُص يعمل لك إيه، أهو إصلاح الشريط المقابل، خدي بالِك، هُم الاتنين بيصلّحوا بعض. تمام، ما أنا هي الفكرة إن هُم إصلاح الشريط المقابل، أيًا كان يعني في بيشتغل كقالب مراية. إمم، أنت بُص، أنا موجود يا باشا، يا إصلاح اللي كان فتان من الآخر، سندك. ساندك بالضبط. طيب يبقى إذًا هنا بيساعده في الإصلاح، إصلاح المعلومات الوراثية عشان يخلّيها ثابتة، يعني بيعمل حاجة اسمها استقرار وراثي. إمم، دكتور إحنا كل ده ما دخلناش لحد دلوقتي في الRNA، لأ إحنا دخلنا، إحنا إمم، كده حرفيًا نُص الطريق. هم مشكلتهم دايمًا يالّا افتح خُش على طول في الموضوع. تعالَ نقول حاجة، ما فيش حاجة بتيجي عافية. بس إحنا مش فصلنا الشريطين، تمام، وعرفنا لازمتهم ليه الشريطين مع بعض، أيوه، وعرفنا إزاي التضاعف بيحصل، ده إحنا راجعنا. إمم، تمام، طيب وعرفنا إزاي بنختار الشريط اللي إحنا هننسخه اللي هو عليه المحفّز، إمم، والمحفّز ده عبارة عن تتابع إيه، لا يحمل أي شفرة، يعني ما هو تتابع ما هوش جين. طيب يبقى أنا عندي حتتين لا يمثّلوا أي شفرة، الحبيبات الطرفية ودي بتحمي، إمم، ومنطقة اللي هي فيها المحفّز ودي اللي بتوجّه إنزيم بلمرة الRNA على الشريط اللي هتنسخ منه، إنزيم الRNA polymerase. عرفنا ده اللي هيبقى الشريط اللي هيتنسخ منه. إمم، هاقف عند المحفّز اللي دايمًا عند البداية إيه، 3 3 وهيروح باني شريط جديد زي ما ده حصل، إمم، يروح باني شريط جديد دايمًا بدايته 5 صح، الله ينوّر عليكِ 5 شرط، أنا شطورة، 5 ويبني كلّهم الشريط الجديد شطورين. كلّهم شطاطير. المهم هنمشي، نمشي، 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 نمشي إحنا نخلّص أحياء ونبوّظ اللغة العربية. آه، والله مش أفهم. والله مش باكدب. المهم دلوقتي إحنا خلاص بدأنا من 3 ل5 عشان نبني شريط جديد 5، 3 إمم، بالتكامل. الأدينين أحط لك قصادها الإيه قصادها إيه، الإيه قصادها إيه؟ تي T. عايز أقول لِك على حاجة، حاجتين. الA في الRN الT في الRNA مش موجودة، إمم، قصادها U. طب والG C عادي، والC G، والT هتبقى إيه؟ إيه طب ده! ليه؟ يعني ال4 دول مش زي دول بس باختلاف؟ أيوه، الU. الRNA ما فيهوش ثيامين، فيه يوراسيل. إمم، وهنا يأتي السؤال، إحنا هم خدوا في أول حصة عشان الناس الغريبة اللي بتسمع، إحنا خدنا في أول حصة خالص حاجة اسمها تركيب الDNA، وفضلت آخدهم برضه في مشوار كده بس قعدوا في آخر حصة، إيه ده تصدق يعني ده يا عم انجز عايزيني في كتاب بالنص، هو كده أنت فهمت صح؟ إمم، أنتِ كده فهمتِ، هم فهموا؟ تمام، ما فهموش براحتهم، أهم حاجة أنتِ فهمتِ؟ فهمت. زي الفل. بُصّي يا ست الكل، دلوقتي أنا عندي حاجة اسمها DNA إمم، وحاجة اسمها RNA، دول عبارة عن حاجة اسمها أحماض نووية، من اسمها نووية يعني موجودة في النواة. تمام. طيب أحماض لإن هي حمضية، فنووي بالإنجليزي يعني نيوكليك، nuclear nucleus. طيب حمض يعني أسيد، إمم، فNA دي اختصار لكلمة nucleic acid، إمم، nucleic acid nucleic acid. الD والR. تعالي أما أقول لِك، هو إيه A والG والT في البتاع ده؟ شُفت الحيطة اللي عندنا في البيت؟ الحيطة دي عبارة عن قوالب طوب فوق بعض، قوالب طوب. الDNA بتاعنا ده عبارة عن قوالب طوب زي الحيطة، تمام. الRNA ده عبارة عن قوالب طوب زي الحيطة. ماشي نمسح بقى كل ده عشان ما يعملناش زحمة وهم يركزوا معايا. إيه اللي جاب ده لموضوعنا؟ لأ ده كل الموضوع، تعالَ نركز سوا. دلوقتي الDNA ده قوالب الطوب بتاعته اللي هنا دي، اللي هي أبسط حاجة خالص اللي عمّالة تترص، اسمها نيوكليتيد. ده مجموعها نيوكليتيدات، عشان كده عمّال كل شوية يقول لِك نيوكليتيدات. إمم، قالب الطوب نيوكليتيدات بتاع الDNA وبتاع الRNA. قالب الطوب بتاع البروتين حاجة اسمها حمض أميني، إمم، يبقى دي اسمها مونومر، مونو يعني أحادي، مونومر قالب طوب. 1 والمونومر بتاع البروتين هو الحمض الأميني. عارفة الشيك بروتين اللي العيال بتوع الgym بياخدوه؟ أهو ده كده. المونومر، إمم، هو ده أمينو أسيد، أحماض أمينية. إمم، طيب سيبِك من الأحماض الأمينية، تعالي نمسك النيوكليتيدات. النيوكليتيد بتتكون من 3 أجزاء، 2 عضويين يعني 2 بيتكونوا جوه جسمنا. أول حاجة اللي هو السكر. الحاجة التانية برضه بتتكون جوه جسمنا اسمها قاعدة نيتروجينية،
والحاجة التالتة اللي بتتكون جوه جسم ما بتتكونش جوه جسمنا، دي حاجة غير عضوية بناخدها عادي من على الطبيعة، اللي هو الفوسفات، مجموعة فوسفات. تمام. السكر، السكر ده قال لك ينفع الدي يخش في تركيب الجلوكوز؟ ما ينفعش، سكر الجلوكوز بيدوب والخلايا بتاعتنا 90% منها ميه. يعني الدي ان ايه بسم الله الرحمن الرحيم انا موجود يروح دايب، خلاص انتهى. يعني جيناتنا دابت، فين جيناتك يا ابني؟ مش موجوده. إمم. فربنا سبحانه وتعالى حاطط السكر بتاعنا عباره عن سكر خماسي الكربون اسمه سكر الريبوز. اسمه سكر الايه؟ الريبوز. سكر الريبوز ده شكله مميز قوي، شكل الحلقه عامله كده، 5 ذرات كربون ماسكين مع بعض، كربونه 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 كربونه، شكل البيت. طب وايه دي؟ هنا اكسجين. يعني انت المنظر ده تمسح تشيل ده، تشيل ده كله، اكسجين هنا وكربونه هنا وكربونه هنا وكربونه هنا، كربونه هنا وكربونه هنا وكربونه هنا، ده بيمسكوا مع بعض بروابط، دي إمم. اسمها حلقه سكر، حلقه سكر ريبوز. ماشي. طيب القاعده النيتروجينيه عباره عن نيتروجينه ملفوف حواليها كربون، فعمل القاعده اساسها النيتروجين. إمم. والله ممكن تكون عباره عن حلقه او حلقتين. تمام. ماشي. المهم يعني اختصارها دايما بنقول عليها نيتروجين، ان نيتروجينس بيز، قاعده نيتروجينيه، ومجموعه الفوسفات اللي هم دي. إمم. طيب لحد دلوقتي ما قلتليش ايه الاي والسي والتي والجي والكلام ده. اقول لك القاعده النيتروجينيه دي في منها نوعين، في نوع منها ذات حلقه واحده، وفي نوع ذات حلقتين. الحلقتين وانت بتقوليها دايما بتاخدي نفسك وتقولي بيورينات، اسمها كده بيورينات. والحلقه الواحده بيقولوا عليها بايرميدي. المهم في منها نوع ذات حلقه ونوع ذات حلقتين. النوع اللي هو ذات حلقتين، حلقتين الادينين، حلقتين اللي هو الادينين والجوانين، واللي ذات حلقه واحده هو الثيامين والسيتوزين. ومن هنا جت الادينين بتمسك برابطتين هيدروجينتين في الثيامين، والسيتوزين بيمسك بثلاث روابط في الجوانين. شفت اللعبه؟ حلوه صح؟ هو ده عشان كده جت هنا. طيب ومجموعه الفوسفات. طيب احنا دلوقتي النيوكليتيد دي عايزين نمسك الاجزاء الثلاثه دول مع بعض، بنعمل ايه؟ بنعمل حاجه بسيطه، بنجيب النيتروجين ده اهو، القاعده النيتروجينيه ده اهي، ونروح ممسكينها في ذره الكربون الاولى اللي هي إمم. ده، ومجموعه الفوسفات بنروح ممسكينها في اخر ذره كربون. إمم. هي دي النيوكليتيد. سكر، قاعده نيتروجينيه، فوسفات ماسكين في السكر. يا سب السكر ايوه ماسك عباره عن خمسه، اول واحده ماسك فيها نيتروجين والاخيره ماسك فيها فوسفات، دي اسمها قاعده نيتروجينيه. طب وباقي الكربون مشبع. مشبع يعني ايه؟ يعني اتش و او اتش، بنشبعه بالاتش والاو اتش بس. طيب دي اسمها نيوكليتيد. طيب ما قلتليش برضو ايه الفرق ما بين نيوكليتيدة الدي ان ايه ونيوكليتيدة الار ان ايه؟ ايه الفرق؟ اقول لك الفرق ببساطه شديده. الفرق حاجه تفتوفه قد كده، هو تفتوفتين صغننين. اول فرق خالص ان القاعده النيتروجينيه اللي اسمها ثيامين ده اهي في الار ان ايه اسمها يوراسيل. اول فرق. تاني فرق، الدي ان ايه بتاعنا جه واحد حرامي راح شايل الاكسجين ده، خطفها. واخد بالك؟ بالانجليزي دايما دايما اي عمليه نزع او ازاله بيبقى اسمها دي. احنا نزعنا ايه؟ اكسجين صح؟ إمم. دي اوكسي، والسكر اسمه ريبوز صح؟ إمم. ريبوز. طيب لو سيبنا الاكسجين ما بقاش بقى منزوع الاكسجين، بقى ريبوز عادي إمم. صح؟ إمم. يعني السكر لو اتشال منه الاكسجين يبقى اسمه ديوكسي ريبوز. ريبوز، إمم. لو اتساب زي ما هو اسمه ريبوز. طيب لو انت جيتي خدت بالك سكر الريبوز اللي بيخش في تركيب النيوكليك اسيد، وسكر الدي اوكسي ريبوز اللي بيخش في تركيب النيوكليك اسيد. إمم. خدي اول حرف من كل كلمه، دي دي ان إن إيه جي وريبوز، ريبو نيوكليك اسيد.
إمم. الاسم جه من هنا، لإن كل حاجة تانية شكل دي بعض، الفرق أوكي. الDNA والRNA زي بعض، اختلافين اتنين، والاختلاف الأساسي في السكر، سكر الDNA اتشال منه أكسجين، يا سكر! تخيلي، طيب وسكر الRNA ما اتسرقش منه أكسجين، فتسمى ribonucleic acid، فحتى باللغة العربية ترجمته الحمض النووي صاحب سكر الريبوز منزوع الأكسجين، والتاني اسمه الحمض النووي صاحب سكر الريبوز، أو الذي يحتوي على سكر الريبوز. إمم. متخيلة؟ يعني أصلًا RNA دي اختصار والDNA ده اختصار لتركيب النيوكليتيدة نفسها. طب حلو جدًا، إيه اللي جاب ده لموضوعنا؟ أنا كده اديتهم تركيب النيوكليتيدة بتاعة الRNA، مش إحنا بناخد دلوقتي الRNA، لو فتح المذكرة هتلاقي أول حاجة خالص في الصفحة رقم كام؟ 8 هتلاقي بيقول له هنا 8 إيه رقم خلينا في رقم 7 7 إمم. أول صفحة تاني صفحة و7 صفحة، لو جينا نبص تركيب الإيه؟ الRNA إمم. اللي هو زيه زي الDNA بيتكون من نيوكليتيدة اللي هي وحدة البناء، وحدة البناء بتتكون من 3 حاجات، سكر، ريبوز، مجموعة فوسفات، قواعد نيتروجينية اللي هم كانوا عبارة عن إيه؟ أدينين وجوانين اللي هم حلقتين اللي بيسموهم بيورينات، ويوراسيل وسيتوزين اللي هم البيرميدينات. طيب شكلهم عامل إزاي؟ أهو، مش دول حلقتين؟ حلقة وحلقة، إمم. وهنا حلقة وحلقة، طب هنا حلقة واحدة اللي هم بيورينات، بيرميدينات قصدي. طيب الأدينين بيمسك في اليوراسيل بربطتين، والجوانين بيمسك في السيتوزين ب3، ده الفرق، عشان لو جاب له رسمة زي دي F. بيعرفها منين؟ طب ما هو مش مكتوب أسماء، بيعرفها من الروابط، من العدد بس، لو 2 ماسكين في واحدة ب3 يبقى ده جوانين وسيتوزين، لو 2 ماسكين بربطتين يبقى ده أدينين مع يوراسيل، إمم. أو أدينين مع ثيامين. طيب ديّة اختصار للرسم، يعني أهو دي ال5 ذرات كربون أهم، هنا القاعدة النيتروجينية، ودول أنواعهم ال4 جوانين، سيتوزين، أدينين، ثيامين، أنا بقى هنا باتكلم عن مين؟ الDNA. إمم. طيب وأنا عايز أحوّله لRNA أسيب الOH زي ما هي، اللي هي هنا، تمام. طب لو شِلت الأكسجينة بقى اسمه سكر الريبوز deoxygenated يعني منزوع منه أكسجين، فبقى اسمه DNA. وبDNA. طب لو سِبت الOH زي ما هي بقى اسمه RNA. ريبوز acid، ده أول اختلاف. تاني اختلاف الثيامين ده أهي بادّلها بيوراسيل. أنا جايب لهم الرسمة دي عشان يبقوا عارفين بس الاختلافين أهم، الاختلاف الأولاني والاختلاف التاني، أهو كاتب لهم هنا الفرق بين الDNA والRNA، مش لاقيها في كتاب، دي تجميعات في وسط الشرح. طيب وبعد كده دي خدي بالِك، ده ديّة سابع صفحة اللي هو في تركيب مين؟ الRNA، عشان أشهّدِك بس عشان عليهم هم، والله العظيم ده أنا فارش لهم الأرض إيه، جاز. بُصّي، جاز. آه، ده إحنا هنفرشها سُكّر. بُصّي سكر الديوكسيريبو تركيب الDNA أهو دي الصفحة رقم كام؟ الصفحة رقم تانية، لمّا جينا لسه بنبدأ لسه الDNA شُفتِ دي نفس الرسم، بنفس الشخبطة، بنفس الدواير، بنفس كل حاجة، يعني الكلام بيتكرر، بس اللي يربّط ويركّز. طب تعالي واحدة واحدة كده. تكرار يعلّم والله الشطّار. العظيم أنا اتهجت. طيب ضغط. اتهجت. بُص بقى، دلوقتي إحنا عرفنا تركيب الRNA وعرفنا عملية النسخ عبارة عن إيه، صح؟ لمّا اشتغل بقى بالطريقة هنا. إحنا كنا هنا. طيب عشان ضغط. دلوقتي أهو، إحنا دلوقتي عملنا عملية النسخ. تمام. النسخ دي بتكوّن أي RNA. طيب هو الRNA دول كام نوع؟ 3. إمم. أنا دلوقتي عندي النواة، مش أنا عندي النواة اللي هو المكتبة الأساسية اللي فيها الكتاب؟ إمم. أدي الخلية أهي بتاعتنا، صح؟ جواها النواة بتاعتنا، تمام. الDNA أهو جوه المكتبة، تمام. الDNA إحنا بنتكلم على البشر، حقيقيات النواة، عندهم نواة حقيقية، الDNA بتاعهم موجود فين؟ في النواة. تمام. طيب الRNA بيتكوّن فين؟ في النواة. في النوايا. ما أنا باخد النسخة من أوكي. الDNA أنا مكان موجود دي باخد نسخة منه. طيب الRNA بعد ما بيتكوّن في النواة بيهرب فين؟ للمصنع، المصنع اللي هو المطبخ اللي هو تمام. الcytoplasm، اللي بيسيب كل ده ويطلع فين؟ على الcytoplasm. طيب هم كام نوع؟ في الواقع أنواع الRNA، 3. أنواع الRNA 3 أنواع. أول نوع وهو نسخة الجين نفسه، يعني إمم. إيه؟ يعني جين الأنسولين بيطلع حاجة اسمها الmessage أو النسخة بتاعة الجين،
اسمها ماسنجر اللي هو الرسالة، عارفة برنامج الماسنجر؟ إمم، ما هو الماسنجر ده الرسول، رسالة، رسالة. فماسنجر RNA، يعني الرسالة المتاخدة من جين الأنسولين، فبيسموها M، بيسموها إيه؟ mRNA. ليه؟ عشان ده عبارة عن نسخة الجين الموجود في صورة رسالة. يا جماعة جات لنا الوصفة، يعني معانا إمم، الوصفة اللي إحنا خدناها من جين الأنسولين معانا، طب والباقي؟ اللي بيخدموا على الوصفة. من الآخر الطباخ والصبي اللي بيجيب المكونات للطباخ. الطباخ أو فهمتني أول حاجة أول حاجة أهو الصبي. مين الصبي ده؟ اللي هو العيل اللي بتقول له هات لي بيكنج باودر، بيساعدك. بيساعدك بيشيل لك، بس إحنا بنتكلم على مصنع كبير. فالمصنع تمام، الكبير ده فإحنا متخصصين في صناعة اللحمة، واللحمة عبارة عن 20 حمض أميني، اللحمة اللي هو البروتين، تمام. والبروتين عبارة عن 20 حمض أميني، كل حمض أميني ليه شيال، فسميناه الشيال اللي بينقل المكونات، سميناه تي. عارفة تي يعني إيه؟ ترانسبورتر، الناقل، إمم، فسموه ترانسبورتر RNA. يبقى واحد واخد نسخة من الجين، وواحد اللي هو الصبي الشيال بيشيل مين؟ بيشيل الأحماض الأمينية. ناقص مين؟ الطباخ، صح؟ الطباخ بقى هو بيسموه الريبوسوم الRNA، يعني R RNA R ريبوسومال. يعني ايه ريبوسومال؟ بص يا ستي، جوه الخليه في نواه، سيتوبلازم، ميتوكوندريا، في حاجه اسمها ريبوسوم. الريبوسوم ده عباره عن حاجتين، بروتين ماسك في RNA، فالRNA بيخش في تركيب الريبوسوم ده اسمه ريبوسومال RNA. الريبوسوم اللي RNA اللي بيخش في تركيب الطباخ. إمم، الريبوسومات اللي هي عباره عن دوائر كده صغيره، يبقى ده بيخش في تركيب مين؟ هنا بيدخل هنا في تركيب الطباخ اللي هو الريبوسوم. حلو جدا. ده بيطلع منين؟ من الDNA، وده بيطلع منين؟ من الDNA، وده بيطلع منين؟ من الDNA. محتاج كام نسخة وصفة في مصنع؟ كتير. لا، نسخة نسختين. آه، أنا محتاج إيه؟ إمم، أنا معايا دلوقتي جيت، يلا يا ماما عايزين نعمل كيكة، هنفتح مصنع كيكة. حلو. هل هنروح بقى أنا لما أروح المكتبة أشتري نسخة الكيكة؟ خلاص إحنا عملنا كيكاية، الحمد لله عملنا كيكاية، استنى أما أروح أجيب الوصفة تاني ولا معايا الوصفة خلاص؟ تمام. معايا الوصفة بس. فمش عايز منها نسخ كتير، عشان كده جيناتها مش متكررة كتير. لكن الRNA الtRNA ده شيالين، ده شغالين طول اليوم، ده أنا عايز عمال. والدليل إن أنت لما بيكون مصنع وبينجح معاك بتعمل إيه؟ مطلوب آنسات للعمل ذو مظهر حلو مش عارف المهم يعني مصنع حلو. المهم يعني إيه؟ فأنت عندك العمال هم اللي محتاجهم كتير، عشان كده أنا محتاج tRNA كتير، ومحتاج rRNA كتير. أيوه، آه، عشان كده الDNA بتاعنا، فاكرة لما قلت لك من شوية إنه 2 متر 15 سنتي بس هم اللي جينات؟ أيوه، طب والباقي والباقي؟ محافظ. والباقي مش محافظ، الباقي لا يمثل شفرة. قصدي دوّة. عارفة ال15 سنتي بقى دول كتير، إمم، ال15 سنتي دول جواهم جين بيطلع rRNA متكرر، إمم، وجينات تانية للtRNA متكررة، قارن. فبقى عندي شكل الDNA عامل إزاي؟ بُصّي، هنجيب كتشبيه يعني، استني كده أهو، لو هنعتبره إن هو إيه، ده طوله 2 متر، تمام، هتلاقيها no coded، لا يمثل شفرة، لا يمثل شفرة، جين tRNA متكرر، اللي هم أيوه، متكرر محتاجهم كتير، طلّع لي tRNA طلّع لي tRNA طلّع لي tRNA طلّع لي tRNA. ما فيش شفرة، ما فيش شفرة، ما فيش جين الشعر. فاهمة؟ نفس. وبعد كده أجيب جين RNA عشان عايزهم كتير، وبعد كده حتة لا تمثل شفرة، وبعد كده RNA تاني. إيه ده؟ جين هيموجلوبين. يعني إمم، إيه؟ يعني مش هتلاقي الجينات اللي هي كتيرة برضه. الوصفات مش متكررة، هي نسخة 2 بكتير أوي، لكن اللي متكرر هو اللي محتاجه كتير، ومحتاج مين؟ عمال وشيفات، عمال وشيفات. أهو. طيب والno coded اللي هو لا يمثل شفرة؟ كتير. محتاج منه عشان يشتغل كمحفزات، تمام، ومحتاج منه كتير عشان يحمي لي الDNA من الأطراف. سبحان الله. سبحان الله شوفي، يبقى أنا كده عرفت إن أنا أنا عندي الDNA بتاعي متقسم ل3 أجزاء، الوصفة، الشيال، الشيف. والطباخ. مين اللي متكرر كتير؟
لأ الوصفة الشيال اديني وصفة كويس. الشيال ومين والشيفان، لأ دول اللي متكررين كتير. متبهدلين. دول متكرر منهم كتير لاننا محتاجين منهم كتير. طيب احنا دلوقتي خلاص رسخت، فهمنا تمام. اللعبه. إمم. خلاص احنا عايزين نعمل ايه بقى؟ هنبدا نبص للتركيب ده ونخش التركيب ده، التركيب ده تركيبي، هو مش كلهم ار ان ايه؟ انا بقول لك شكله. إمم. طيب الوصفه دي عباره عن اكواد، دقيق، ذره، شاي، مش عارف ايه الحاجات اللي هي ورا بعض. إمم. هتعمل وصفتك ازاي؟ فبيبقى عامل ازاي؟ هو الار ان ايه دايما بدايته 3 ولا 5 ولا 5؟ افتكر هو اتكون كانت بدايته ايه؟ 3. الار ان ايه اتكون كان بدايته ايه؟ 5. 5. إمم. بدايته كانت 5. بدايته كانت 5 والله. تمام معلش. نهايته كانت 3 عشان كده 3. على فكرة شُفتِ؟ عشان كده أنا بدأت أشرح أقول دايمًا إنزيمات البلمرة بتشتغل على القالب الأصلي عند البداية 3، إمم. بس بتكوّن أشرطة جديدة دايمًا بدايتها 5. بس آمم بدايتها 5. يبقى أنا دايمًا أي RNA سرحت مع الشيف المتكرر. أي RNA بدايته إيه؟ 5. 5. فنيجي نبُص للmRNA mRNA. 5. هتلاقي بدايته 5 ونهايته 3. تمام. حلو. وما بينهم. بس شريط بيبقى عامل إزاي؟ عامل زي الدودة. ما أنا باقول لك وما بينهم الشكل بيبقى إيه؟ الأكواد بقى عاملة إمم. إزاي؟ دي الراس، والراس دي دايمًا متجهة لأعلى، أوكي. ماشي؟ إمم. وهتلاقي بعدها الأكواد. يعني إيه الأكواد؟ يعني دقيق، سكر، بيكنج باودر. كلمهمش بلغة المطبخ. ما هم هيفهموا، ما معظم بتاع علم علوم بنات ما أصلًا. نخرة. هنتكلم إن الأحماض الأمينية اللي هي الأكواد بتاعة الأحماض الأمينية، ما أنا خدت نسخة خلاص اللي هي الوصفة، ماشي؟ طيب فأنا باقول لِك إيه، إحنا هنتكلم بقى بلغة الطب أو العلم، ما هو بيسجل خلاص شغالين. طيب هنتكلم بقى بلغة العلم، إن هو دي الوصفة أو الأكواد بتاعة الأحماض الأمينية. مش إحنا بنعمل نسخ، أخدنا نسخة الوصفة، بس ماشي إحنا ما معاك. عملناش الوصفة. معاك. إحنا عشان بقى نروح نعمل الوصفة، لو جينا نركز للحظات صغننة خالص، إحنا عملنا العملية دي اسمها عملية نسخ صح؟ ماشي تمام. ده جوه السيتوبلازم. إمم. هناخد النسخة دي بقى تطلع للسيتوبلازم بره. إحنا هنا عملناها فين؟ في النواة. في النوايا. نطلع السيتوبلازم خلايا. اللي هو السيتوبلازم بتاع الخلية بقى اللي هو المصنع ماشي. عشان نعمل بروتين صح؟ إمم. العملية دي كان اسمها نسخ، إنما دي اسمها ترجمة. يعني إيه؟ يعني هتقرا، هي بالنسبة لنا اسمها شفرات، إمم. شفرة، دي شفرة، 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 شفرة حمض أميني اسمه جلايسين، واللي بعده اسمه ميثيونين، واللي بعده اسمه تريبتوفان، ما هم 20 نوع. فأنا باشوف الوصفات ورا بعض عاملة إيه، فدي شفرات. لمّا نترجمها بيحصل إيه؟ بيحصل الشيف ده بيمسك الوصفة دي ويبدأ ميثيونين، فييجي مين؟ الشيال اللي شايل الميثيونين يجيب له ميثيونين. إمم. جلايسين مين اللي بينادي؟ شيء. الريبوسوم اللي هو الشيف، يجيب له الشيال اللي هو شايل مين؟ الجلايسين ولا الميثيونين. إيه ده؟ يعني ده مين اللي بياخده؟ الطباخ، وبيقراه. بيقرا مين؟ بيقرا التتابعات اللي عليه، اللي هي بالنسبة لنا إحنا شفرات. يقول ACG ده ديّة بتاعة التريبتوفان، يا تريبتوفان فييجي له مين؟ الtRNA شايل التريبتوفان على دماغه. تمام. فهُم ال3 بيخشوا مع بعض في لازم. عملية اسمها عملية إيه؟ ترجمة. يعني النسخ أنا باحوّل أو مش باحوّل بقى، أنا باخد نسخة من شريط DNA، آخد منه نسخة وتتابع أعمل منه RNA. طيب عملية الترجمة، لأ، ال3 لازم يكونوا أنا مع بعض. باقابل مين؟ الوصفة دهي إمم. اللي هو شريط الmRNA ده، وأروح مخلّيه متقابل مع أهو الmRNA زائد الtRNA زائد الريبوسوم، اللي هو الrRNA مع اللي هو الطباخ يعني. ال3 دول بيخشوا مع بعض عشان يعملوا عملية الترجمة. إيه عملية الترجمة دي بقى؟ بناء البروتين، اللي هو بناء الأنسولين، الكيكة اللي إحنا عاوزينها في الآخر. طب حلو جدًا. طيب ده شكله إيه؟ الراس اللي فوق. قدامنا دي دايمًا متجهة لأعلى، إمم. إمم. لإن دي أول حتة بتخش جوه الطباخ، الطباخ بيخش شبه الprinter كده، تمام؟ شبه الطبعة. طيب بعد كده
هنبدأ نخش في التتابعات نفسها اللي هي الشفرات. إمم. بعد كده هيبدأ يخش ديل عديد الأدينين. يعني إيه؟ يعني تتابع من الأدينين بيوصل ساعات ل200 تتابع بلا شفرة بلا أي حاجة، لازمته إيه؟ فاكرة الحبيبات الطرفية بتاعة الDNA أيوه، اللي بتحميه؟ الحماية. نفس الفكرة. ليه؟ طب أنت في النواة الDNA بتاعك كان بيتأثر، السيتوبلازم ده مليان إنزيمات، إمم. فالRNA وهو ماشي كده يا باشا الإنزيمات بتاكله، وحظه إنه بتاكله منين؟ من ديله. مدّية له، إمم. فتيجي تاكل إيه ورا إيه ورا إيه، ما لهاش لازمة، ما لهاش لازمة، أهم حاجة إن أنا أعمل إيه؟ يحافظ على الأكواد. أنا الراس خلاص الراس والأكواد. والأكواد. فنيجي نبُص كده، ده أنا عندي الmRNA عبارة عن إيه؟ بدايته 5 نهايته 3 ليه 3. بدايته 5؟ عشان أول حتة اتحطت فيه دايمًا 5، تمام. لأن إنزيمات البلمرة بتبدأ. ما هو شوفي أنتِ المشكلة بقى كتاب المدرسة بياخد نصوص copy paste، كتاب المدرسة ما بيفهمش، والكتب الخارجية ما بتفهمش، هُم عاوزين حد يحط لهم المعلومة زي ما هي ويقراها، فهُم مش عارفين يا عيني. وده مش بالومهم، هو للأسف العيال من سن من 5 سنين 6 سنين متعود إنه يترسّ له المعلومات ويحفظها زي ما هي كده. حتى أنتِ كنتِ بتقولي إيه، لأ علم علوم حفظ. حفظ. أنت تفهم الأول والحفظ يبقى سهل، والدليل أنا باكلمِك دلوقتي فاكرة الحاجات الترفيهية فاكراها، إمم. أنتِ مش بتحفظي، أنتِ بتثبّتي معلومة هي عندِك. وعايز أقول الفكرة على الأول حاجة، كان ما فيش كده، ما ده كانش في تبسيط. ما كانش في تبسيط. النص بالكتاب احفظ، هم اكتب. العيال اتعودوا على ده، لدرجة إن العيال مش تقعد تخاطب. مشكلة برضه إنك لو ما كتبتش بالنص كان زمان طبعًا، ما أعرفش الدنيا فيها إيه لأ زمان كان دلوقتي. بالشِبر وبالنص، ده أنا معاهم في دي. لو ما كتبش ما كانتش بشكل الأسئلة كتابي لافة. المدرسة بس خلاص مش هتاخد الدرس. بس أنا عايز أقول حاجة، يعني أنا لمّا دخلت طِب لمّا مشيت بالطريقة دي والموضوع بقى أوسع، أسهل. ما بقيتش أستصعب المذاكرة، ما بقتش تاخد معايا وقت، بقيت فاهم، الدنيا أهم من ده كله. وعلى فكرة اللي بيفهم ما بينساش أي حاجة ما مهما عمل. بينساش، بالعكس أنت ما في بُص كده خلّينا مقتنعين عشان بس هُم هيطلعوا بمليون حاجة دلوقتي، يبقى ثانوية عامة ما فيهاش حفظ، طوبى وأم قالوا ما فيش حفظ، ما فيش الكلام ده. افهم. الفهم من غير حفظ مش استحمار، هيبقى. عيب. لأ أنا باقولها استحمار. عيب. الحفظ من غير فهم استحمار، والفهم من غير حفظ استعجال. مش استعجال اللي هو عجول، استعجال اللي هو عِجل. يا ولد. أيوه. ليه بقى؟ أنت معاك معلومة وفهمتها، لو ما كررتهاش هتتنسي، طبيعي. فهمك ليها هتفتكره بس بعد محايلة. فالفكرة دلوقتي إن هتفتكر جزء منه مش الفهم هيوفّر معاك طريق 50% في الحفظ، أكيد. 50%. فاهماني؟ لأ، نفهم وبعدين نحفظ. نفهم ما وبعدين نحفظ، نرجعش لإن أقول لِك على حاجة، الفهم بيعمل عملية تربيط. يعني إمم. إحنا ربّطنا دلوقتي عملية اسمها عملية التضاعف اللي إحنا واخدينها في الأول بعملية النسخ، وفهمنا يعني إيه ترجمة، وعرفنا وجمّعنا حاجات زي إنزيمات البلمرة، وعرفنا ليه هُم شريطين، وعرفنا المحفّز اللي ما كانوش فاهمين يعني إيه كلمة محفّز قبل كده، لأن ما إمم. كانوش واخدين ففي حاجات أنت كنت بتاخدها قبل كده ما أنتاش فاهمها، دلوقتي أنت في حاجات بتاخدها مرتبطة باللي جاي، وده اللي أنا باوضّحه، إن عملية الحفظ نفسها هتبقى أسهل بكتير لمجرد إنك بس تفهم. طيب ده كده إحنا خلاص جُد الجُد وفهمنا كل حاجة. طيب نركّز سوا بقى. عندنا المنظر اللي إحنا شفناه، قُلنا الmRNA عبارة عن إيه؟ راس methylated بنسميها methylated مش عارف دايمًا إيه، الأعلى. دايمًا اتجه لأعلى، الأكواد، وديل عديد والدين الأدينين، وبعد كده بينتهي ب3. 3. أنتِ عارفة ده اللي عندهم في المنهج، بس عارفة في الطب فعليًا لمّا ييجوا يخشوا عشان بس ممكن يقابلهم، أنتِ عارفة ما بين الراس والأكواد إن في منطقة أصلًا لا تمثل شفرة؟ للحماية، عشان لو كَل الراس وكَل المنطقة دي ما يوصلش الأكواد. عارفة بعد الديل ده قبله ما بين الأكواد في منطقة اسمها untranslated UTR untranslated region. إيه ده؟ يعني في منطقة برضه على بتحمي الأكواد من و الأكواد، بس مش عندهم في المنهج، ولو قُلتها دلوقتي تمام. هتزوّد عندنا لا، زيادة. لا، لا، ما تزودهمش. فنيجي نبُص هنا إحنا اتعودنا خلاص. بُص هنرجع بقى للورق بتاعنا، نفتح صفحة اللي زي ما كنا اللي هي الصفحة الثابتة، عادي جدًا زي ما إحنا، اللي هي بتاعة 6 7 صفحة 7 زي ما إحنا. مش إحنا خدنا تركيب الRNA إمم. وفهمنا دي خلاص؟ تمام. وعلى فكرة في آخر حتة هنا جبت لهم مقارنة اللي إحنا لسه قايلينها، إمم. مقارنة ما بين الRNA والDNA. إمم. الكلام اللي إحنا بنتكلمه دلوقتي هو بالنسبة لنا بسيط هيبقى عادي ده. سكر الRNA اسمه سكر إيه؟ ريبوز. سكر الDNA اسمه سكر deoxyribose. في إمم. تخيل إن في عيال مش فاهمة. طيب القواعد النيتروجينية هنا زي بعض باختلاف الT هنا والU هنا. طيب عدد الشرايط الDNA عبارة عن لولب مزدوج، إنما شريط مفرد، وفي بعض الأجزاء بيكون مزدوج زي ما هناخد في حاجة تانية. طيب الأنواع هنا 3 أنواع اللي إحنا عارفينهم دلوقتي، اهم. هنا نوع واحد.
تخيلي بقى لو واحد بيذاكر بيقرا دول قبل ما يفهم. ولا فاهم ما هو حاجة. انت، ما انا قلت 3 انواع بقت كلمه خلاص هو حفظها، بس انت ما تفهم ال3 انواع ايه ويشتغلوا مع بعض ازاي. مسلمات. وعلى فكره في حاجات انتوا اتلخبطتوا فيها في الحل في اول دي ان ايه، قلت لكم ساعتها هتغلط كتير جدا في الدي ان ايه لانه مرتبط كده ببعض. يعني انت خدت المحفز في حته ورا من غير ما ياخدوا الار ان ايه، إمم. واشرحها لهم يا جماعه مش هتفهمها لما ناخد قدام. مش مقتنعين. يقول لك لا ما هو لو هنغلط فيها ما كانوش حطها لنا. كان هو ده ترتيب اكاديمي. هو بياخد تكست نص ويحطه، بس بيبقى حاطه دايما لواحد بيبقى مخلص فاهم. غير كده ولا كده، المذاكرات في الطب دايما بتذاكر بالموضوع. هم عندهم في الثانويه بالصفحه. إمم. يعني ايه؟ يعني الدي ان ايه ده كله عندنا موضوع قاعده. في طب ناخده في قعده، خلاص احنا خدناه كده في قعده على بعض. فلما بنيجي نقعد قعده على بعضها كده في موضوع، ما تيجي تذاكر الاول في الاخر مش هتفرق انت واخد كله اصلا. إمم. فهنا عندهم انتوا ماشيين جزء بجزء جزء بجزء، اي موضوع بتيجي تذاكره جزء بجزء دايما بتتوه فيه، فغلطاتك بتكتر. طيب يا ست الكل، احنا دلوقتي خدنا تركيب الار ان ايه إمم. ودخلنا في انواع. إمم. اول نوع كان اسمه، فاحنا عندنا كان اول نوع الانواع بتاعته اللي هو حمض النووي الام ار ان ايه اللي هو الرسول إمم. اللي بياخد نسخه الجين نفسه. طب هنا بقى راح جايب له ايه؟ عمليه النسخ. في الكتاب جابها له مع الار ار يعني مع الام ار ان ايه. إمم. لا هو انت بتنسخ اي ار ان ايه بنفس الطريقه. إمم. بتبدا بتجيب الار ان ايه بوليمريز، يروح باني لك الار ان ايه. والله ام ار ان ايه كان به، تي ار ان ايه كان به، ار ار ان ايه كان به. بس هو دايما رابطين ان عمليه النسخ ان هو بيطلع ام ار ان ايه بس، او إمم. بيطلع اي ار ار ان ايه، اي ار ان ايه عامه. طيب، فبقى عمليه النسخ راح موضح له هنا خطوات عمليه النسخ. اول حاجه قالها له ايه؟ انها بشبه عمليه التضاعف. فلو هو جاي يذاكر من غير ما يتذكر او يراجع عمليه التضاعف، يحسب عمليه إمم. التضاعف ان احنا بنطلع 2 دي ان ايه من دي ان ايه واحد اهو. بس الفرق هنا ان ان عمليه التضاعف بتشتغل على الدي ان ايه كله، إمم. انما عمليه النسخ بتشتغل على حته اللي هي الجين. فهنا بيقول لك هنا بيشتغل على الجين. طيب، عندك قال له جزء برضه عن المحفز. قال له المحفز ما تنساش انه كان التتابع ان هو الذي لا يمثل شفره، وده اللي بيحدد ان كان ده الشريط اللي انا هنسخه ولا لا. إمم. طيب، انزيمات البلمره بتاعت الدي ان اي والار ان اي دايما بيبدا من عند النهايه 3 للقالب الاصلي، عشان يبني اشرطه جديده دايما بدايتها مين؟ 5. فعشان كده اي ار ان اي بنقراه من 5. إمم. فهنيجي نبص هنا اهو، شفتي؟ هنا ده الجين، ده دي ان اهو ودي ان اهو، الحته دي هي الجين. فصلنا الشريطين عن بعض، وراح عملنا هنا تتابع جديد اسمه ام ار ان ايه. بص واخده بالك؟ ام ار ان اهو بدايته 5، والباقي لسه بيتبني واحده ورا الثانيه ورا الثالثه في اتجاه مين؟ 3. 3 الاصلي عشان اعمل ايه؟ 3 الجديد اللي إمم. هو 5 الاصلي اهو نهايه 5. فهمتي؟ انا بدات من عند 3 الاصلي ل5 الاصلي عشان تمام. اعمل 5 جديد نهايته 3 جديد. 3. بس ده كده عمليه النسخ. إمم. والخطوات قلتها له اهي. عمليه النسخ ان احنا انزيم البلمره بيبدا، وبعد كده يجي المحفز يقول له انهي شريط. بعد كده الشريطين بينفصلوا عن بعض في الحته دي بس. وبعد كده اللي بيحتوي على المحفز بيبدا يدي اشاره للار ان اي بوليمريز ان هو يشتغل. إمم. بعد كده بيتحرك الانزيم عشان يبني بدايه في اتجاه 3 5 عشان يبني شريط جديد بدايته 5 ونهايته 3. 3. طيب، في ملحوظه قد كده. في كائنات قلتها لك الجزء اللي فات او الحصه اللي فاتت، قلت لك في كائنات محاكه اسمها اوليات النواه. في كائنات حقيقيات النواه. يعني ايه محاكه؟ يعني اي خلايا في الدنيا تيجي ترسميها ترسم النواه دايره صح. اوليات النواه مش كده، واوليات النواه دول هم اساس الارض، اللي إمم. هم البكتيريا. الحاجات الاولانيه خالص اوليات النواه. ايه احنا سموهم اوليات النواه؟ لان دي اول كائنات سكنت الارض. الكائنات دي شكلها عامل ازاي؟ خليه الدي ان بتاعها مرمي كده، الDNA بتاعها والّا مرمي كده. الخلية؟ الخليه هي عباره عن خلية. البكتيريا خليه واحده. خلية واحدة. احنا عديد الخلايا، احنا تمام. البكتيريا مثلا خليه واحده. الدي ان بتاعها ماله؟ مرمي كده في السيتوبلازم. قال إمم. لا، امال فين النواه؟ مفيش. الدي ان بتاعها ملفوف حوالين بعضه كده بسيط، مش مكدس بالبروتين، مش معقد. لان جيناتها كانت قليله ساعتها ما كان يعني احنا 2 متر. الدي ان بتاعها كام سنتي، كام ملي، مش كام سنتي، 1.4 ملي. دي البكتيريا حاجة صغننة أوي. قوي، جيناتها قليله قوي. فكانوا اوليات خالص، فمش محتاجين يتعمل لهم نواه. الدي ان بتاعها بقى مش ليه بدايه ونهايه، لا دائري وملموم حوالين بعضه في منطقه صغيره. سموا المنطقه دي المنطقه النوويه. إمم. فاهمه؟ محاكه. انا كمان كاني عندي نواه، فسموها اوليات النواه. هل فيها نواه؟ حلو.
يبقى النسخ هيحصل فين؟ في السيتوبلازم. ان إمم. مفيش نواه. التضاعف هيحصل فين؟ في السيتوبلازم. عشان مفيش نواه، الترجمه في السيتوبلازم. ايه ده؟ ما هو طالما مفيش نواه يبقى مفيش حاجه هتحصل في النواه. على تمام. عكسنا احنا، اي حاجه تخص الدي ان ايه بتحصل في النواه. في النواة. اي بتطلع. حاجه تانية بره إمم. النواه، يعني النسخ، تضاعف الدي ان ايه. النواه بتاعتنا اهي، الدي ان ايه جوه. تضاعف الدي ان ايه، مش الدي ان ايه جوه النواه، إمم. يبقى تضاعفه بيحصل في النواه. في النواة طب كله. النسخ في النواه. طب هي الترجمه برّه. في السيتوبلازم. الترجمه ده ان انا باخد بقى نسخه الار ان ايه بقى تطلع وتطلع برّه. تتنسخ. إمم. بس كده، تترجم قصدي. بس هو ده الهبل اللي بقى. استنتاج برضه، يعني انت كنت تفضل تكتب. إمم. طيب نبدا بقى تركيب الام ار ان، اللي هو البدايه والديل. الراس والديل. الراس بدايته 5 والّا 3؟ اللي 5. فوق الخمسة ودايمًا الاتجاه لفوق. الديل 3. 3. طيب هنا ده التتابع المشفّر اللي باقول لِك عليه، إمم. أهو. طيب شايفة دي؟ حاجة اسمها كودون بدء، مش هي شفرات؟ شفرات، إمم. يعني أكواد. فأنا عندِك دايمًا الأكواد بيخشوا جوّه شبه، شُفتِ المكنة اللي بتسحب الفيزا، أو إمم. مكنة بتسحب كده، بتخش داخلها شريط يمشي الناحية التانية، تمام. اللي هي بتمشّي الناحية التانية. عشان تبدأ تشتغل أصلًا تعمل عملية ترجمة، أول كود لازم يتقري اسمه كودون البدء، وده ثابت اسمه AUG دايمًا. إمم. فاكرة لمّا كنت باقول لِك الحتة الزرقا الصغننة دي، هي دي التتابع الغير مشفّر؟ إمم. طيب هنعتبر مثلًا إن هو ACGAT مش AUC مش عارف إيه. طيب ما هو أنا ممكن أمسك 3 أقول دي شفرة، وفعلًا دي شفرة، إمم. ويترجم. أقول لِك لأ، لازم أقرا AC مش عارف كذا، 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 وآجي عند تتابع اسمه AUG، هو ده البداية اللي هابدأ من بعدها أترجم. إمم. طيب نفس اللي حصل هنا هاعمله هنا، اللي هو كود الوقف، اللي هو stop يا باشا. خلاص. stop خلاص إحنا وقفنا، التبديل مش عايزين حاجة. فالكود الوقف دول 3 أكواد مش كود واحد. ممكن يكون يوجا UGA أو UAA إمم. أو UAG، كلهم بيبدأوا بيو، بس أشهرهم يوجا UGA. دول 3. فنيجي نبُص، لو جينا نقرا نص هتحس إنك تايه. بُص الصورة، بدايته موقع الارتباط بالريبوسوم، اللي هو البداية الراس، اسمه إمم. موقع الراس، اللي هو أول حاجة بتبدأ تمسك في الطباخ اللي هي الريبوسوم، تمسك في فبيسموه موقع الارتباط بالريبوسوم، وده هو ده أول جزء. طيب بعديه كود البدء، ثم التتابع، ثم كود الوقف، ثم الديل اللي هو ديل عديد الأدمين. فهنا بيقول لك البداية 5 والنهاية 3. 5 موقع ارتباط بالريبوسوم، ديل عديد الأدمين في ال3. عندك هنا أول كود اللي هو كود البدء، هنا بينتهي بكود من ال3 اللي هم في كودونات الوقف. طيب ديل عديد الأدينين ده كام تتابع؟ بيوصل ل200 أدينين ورا بعض، اللي هو الديل ده. إمم. إحنا قاعدين في الساعة إلا ربع دول صفحة، إمم. صفحة. ده كده تركيب. بُص إحنا خدنا إيه؟ تركيب النيوكليتيدة بتاعة الRNA. خدنا أنواعهم 3، خدنا عملية النسخ اللي هي شبه عملية التضاعف، وخدنا أول نوع اللي هو الmRNA. طب الأنواع التانية اللي هو حمض الريبوسومي الrRNA، والناقل اللي هو الtRNA، واحدة واحدة كده. فاكرة لمّا أنا قُلت لِك إن الrRNA ده بيخش في تركيب ريبوسوم؟ ما إمم. بيشتغلش لوحده، لأ، بيخش في تركيب المنظر ده. إيه ده؟ بُصّي يا ستي، أنا عندي دلوقتي 4 أنواع، 4 أنواع من الrRNA. فاكرة الRNA؟ الrRNA، الRNA إمم. دول 4 أنواع. إمم. إحنا كده الRNA هم 3، الRNA كله 3، 3. mRNA، tRNA، rRNA. الrRNA ده 4. طالع منه 4 أنواع. ال4 أنواع دول بيتحدوا مع 70 نوع من عديد البيبتايد اللي هم البروتين. 70 بروتين مع ال4 أنواع دول بيمسكوا مع بعض عشان يعملوا عضية زي الميتوكوندريا، زي النواة، اسمه الريبوسوم، يعملوا طباخ. إمم. يعني الrRNA ما بيشتغلش لوحده، بيطلع من النواة، وخاصةً من النوية اللي هي الجزء الصغنن أوي من النواة. يطلع من النواة يهرب يقابل مين؟ يقابل البروتين 70 نوع، يعملوا الريبوسوم ويطلعوا السيتوبلازم. تمام. موجود فين؟ في النوية. MCQ امتحان آخر السنة. فنيجي نبُص كده، بيتكوّن. أنا دلوقتي
استني اهو. نيجي بقى للار ار ان ايه ده. الار ار ان ايه ده بيتكون من كام نوع؟ 4 انواع. 4 انواع. الاربع انواع دول بيتحدوا من كام نوع؟ 70. 70 نوع من عديد البيبتايد اللي هو سلاسل البروتينات، يتحدوا مع بعض يعملوا مين؟ الريبوسوم. طيب الاربع انواع دول بيتكونوا فين؟ في في النواه. النووية. اصغر حته في النواه اسمها النويه. أنا هنافسكم بقوة. اقسم بالله، والله العظيم. بص بقى الكل، دلوقتي طلعنا الريبوسوم اللي هو الطباخ. الطباخ ده شكله ايه؟ مش قلنا بيمسك الوصفه ويقراها؟ شفت انت بتيجي تمسك الريسيت بتاعت البتاع، كذا كذا هو بيعمل كده. يعمل ايه؟ هو عباره عن حله. شو هو كله بيدل على الطبخ، مش عارف ايه هو شكل مش الحله. عارفة في إيه. شكل الحله، بس حله. إحنا بنهرب ليه؟ الجزء الصغير، بص هي الحله دي عباره عن ايه؟ عباره عن جزئين. جزء اسمه تحت وحده الريبوسوم يعني الريبوسوم الواحد عباره عن جزئين. جزء اسمه تحت وحده الريبوسوم الصغننه الصغيره، والجزء الثاني اسمه تحت وحده الريبوسوم الكبيره. كانها حله مقلوبه. طيب دي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه؟ بص يا ستي، دي الصغيره دي بتنفصل عن الكبيره دي، بينفصلوا عن بعض. الصغيره دي بتروح تمسك في مين؟ تمسك في ده، في الوصف، تروح قارياه. دي الراس تمام، مسكت فيها. هبدا تتابع من غير شفره زي ما انت قلت، لما احنا كنا فاكرين تتابع من غير لقيت كود البدء اللي هو الاي يو جي، فاكراه؟ اللي هو كان هو من ورا ولا من قدام؟ خد البدء من قدام. اه هو ماسكه من ورا. مش مهم، انا بشاور عليه يعني اهو. أيوه 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 كود أيوه البدء يمسك من أيوه. هنا. طيب يعني بيحصل ايه؟ بيحصل المنظر ده، دي بتنفصل كده، تمسك في ده تروح ماسكه ده كده. لحد ما تيجي على بص بقى، خد البدء. تيجي كده تمسك فيه، مم. تروح ممشيها كده، تروح واقفه. اي يو جي، ده كده خد البدء. كود البدء. وكود البدء ده بيعبر عن حمض اميني اسمه ميثيونين، ده حقيقه. مم. ميثيونين. اي بروتين في الدنيا بدايته ميثيونين، لان اي بروتين في الدنيا عمره ما هيبدا الا بكودون البدء. يعني الاي يو جي دي شفره الميثيونين، الشفره اللي بنادي بيها عن حمض اميني اسمه ميثيونين. اول وصفه في اي طبخه ميثيونين، زي اي وصفه في اي طبخه الميه. واخد مم. بالك؟ طب هنا انا بقى خلاص مسكت هنا وناديت على كودون البدء. مين اللي بيجي لي؟ الشيال. بيجي لي شايل ايه؟ ميثيونين. طيب ده الشيال اهو، نجيب الشيال اهو، شايل ميثيونين. ادي الميثيونين يا سيدي على راسه، المس على راسه اهو، ده حمض امين. راح ممسكه هنا. طيب بعد ما يمسكه هنا، هيجي بقى غطا الحله الكبير، يروح قافل عليه زيو كده. مم. فاهمه؟ طيب بيقفل عليه في موقع اسمه موقع البيبتيدايل. موقع، ايوه لما نرجع كده الوحده الكبيره اللي انا ماسكها دي ونيجي نبص عليها، نلاقيها عباره عن جزئين. جزء اسمه البيب جزء اسمه البيبتيدايل، وجزء تاني اسمه الامينو اسايل، بي ايه. طيب ايه يعني ايه برضو؟ بصي، انا بقفل تشك. حلو. مم. بقفل كده، قفلت فيه في موقع مين؟ البي، مم. موقع البيبتيدايل. ماشي، انا كده قفلت على مين؟ على الام ار ان ايه. ومحطوط فيه مين؟ اول ناقل. عارفه الناقل ده هيرمي على اللي بعده. مين اللي بعده؟ هيبدا الشريط ده يتحرك. لما يتحرك هينادي بقى على مين؟ هيبدا ينادي على الشفره اللي بعدها، الكود اللي بعده. مين الكود اللي بعده؟ مثلا حمض اميني اسمه جلايسين. يجي مين؟ الشيال اللي شايل مين؟ جلايسين. ويقف فين؟ في موقع امينو اسايل. موقع ايه؟ وقف في ايه؟ اللي بعده. يقول له سلام يا ابن العبيط. يحصل تفاعل يربط الحمض الاميني القديم مع الحمض الاميني الجديد، ويروح مين اللي خالع؟ مم. الاولاني. الأولاني. مم. مم. بقى الموقع مين؟ البي واقف. فاضي. حلو، فاضي.
وبقى الشيال الجديد بقى شايل مين، الجلايسين ولا الجلايسين واللي قبله؟ الجلايسين اللي قبل. حلو. يحصل زيو، ينقل على اللي بعده، إمم. فيتنقل مين؟ اللي شايل الجلايسين ينقل، ينقل. فيبقى موقعه فاضي، فييجي الجديد. تريبتوفان، ييجي التريبتوفان إيه. يروح أقول له سلام يا ابن العبيط، يروح مربّط معاه، فبقى عندي 3. ربط اسمه إيه ده، يبقى عندي إيه، بقى الأولاني كان شايل 1، اللي بعده بقى شايل 2، 2. اللي بعده 3، واللي بعده 4، 5، 6، 7 أهو، لحد ما أبني السلسلة البروتينية، لحد ما أوصل لآخر كود اسمه كود إيه، الوقف. وصلت لكودون الوقف، يفصل وحدتين، يطيّر الmRNA بقى يتّكل على الله، السلسلة دي تبقى منتشرة لوحدها، ومبروك بقى عندنا البروتين اللي اسمه إنسولين. إمم. هي دي السلسلة، الmRNA مع الطباخ اللي هو الريبوسوم مع الناقل، كلّهم مع بعض في عملية الترجمة. شايفة القصة المعفنة اللي إحنا قايلينها دي، هي دي الترجمة. هي دي الترجمة، هي دي الترجمة، هم هيصيحوا منها، يفضلوا يصيحوا تقول صعبة، ما هي صعبة لو دخلنا فيها على طول، لكن طالما أنت فهمت اللي قبله خلاص هي بقت سهلة. مش أي حاجة. طيب إحنا دلوقتي عندنا إيه، عرفنا الmRNA، إمم. وعرفنا الريبوسومات، وعرفنا تركيب، لو خدت بالك، الوحدة الصغننة والوحدة الكبيرة. إمم. الوحدة الصغيرة بتمسك في مين؟ في الmRNA. إمم. في أنهي في الراس، موقع الارتباط بالريبوسوم ببداية 5. طيب والوحدة الكبيرة بتستقبل الtRNA الذي يحمل الأحماض الأمينية الجديدة، يعني ده واحد بيمسك الmRNA والتاني بيمسك الtRNA، عشان كده هو الوسيط بيمسك ده وده، هو الطباخ. فبس. طيب الطباخ ده شكله إيه؟ قلنا عبارة عن وحدتين، وحدة صغننة اسمها تحت وحدة الريبوسوم الصغير، والوحدة الكبيرة اسمها سميه تحت، الماستر. بلاش. ما هو المايسترو، ماشي المايسترو، تحت وحدة الريبوسوم الكبيرة، يبقى عبارة عن جزئين، إمم. الصغيرة بتمسك في الmRNA، والكبيرة بتستقبل مين؟ النواقل اللي هي الtRNA الذي يحمل الأحماض الأمينية. طيب بيتكون من إيه بقى وحدة الريبوسوم الكبيرة دي؟ من موقعين، واحد اسمه البيبتيدايل، وواحد اسمه الأمينو أسايل. أمينو أسايل، الموقع البي وموقع الA. فنيجي نبص هنا عشان الصورة ممكن ما تكونش واضحة، أدي أهو، شايف المنظر؟ إمم. تحت وحدة الريبوسوم الصغيرة، تحت وحدة الريبوسوم الكبيرة، وادي موقع البيبتيدايل، وده موقع الأمينو أسيد، ده زيادة عندهم، أنا قُلت لِك هُم بياخدوا نصوص كده من الطب ويسيبوا الباقي. إمم. في موقع اسمه E، مش هنخش فيه عشان هنتلخبط، إيه. ما لناش دعوة، بس هو موقع B وA، موقع البيبتيدايل وموقع الأمينو أسيد. واخدة بالِك إن ده لبِّس اللي قبله اللي كان شايله، بقى اللي بعده فريق يا غالي. بقى اللي بعده شايل 2، إمم. ده هيسيبه يخلع. عشان كده لمّا نيجي نبُص في عملية الترجمة، بُصّي، اهم، ده شايل اللي قبله، هوبا، ده طار. إمم. فاللي بعده دخل مكانه بقى شايل 2، إمم. والجديد جه شايل 1، إمم. هيروح ملبّسه على فكرة، هيحصل اسمه اسمه تفاعل البيبتيدايل، عارفة يعني إيه؟ تفاعل تكوين رابطة ما بين الحمض الأميني الجديد والحمض الأميني القديم، كوّن إمم. سلسلة الجديد أهو، لحد ما نوصل لكودون الوقف. أول ما نوصل لكود الوقف هيروح ده مفصول عن دي وده، ودول يتفصلوا ويبقى السلسلة مبروكة أهي جديدة. دي عملية الترجمة، دي الترجمة منهم في صور كده ورا بعض طول ما هو ماشي. طيب بسيطة وسهلة وهبلة يعني. طيب بس هم بيحبوا يهزروا شوية ويدخّلوا دماغهم. طيب يبقى أنا دلوقتي أمّا آجي أذاكر الRNA هاقول إن هو عبارة عن نوع اسمه الRNA الريبوسومي، اللي بيخش في تكوين الريبوسوم. إمم. يعني الRNA مش هو ده الRNA مع ال70 نوع اللي هم ال4 أنواع مع ال70 نوع بيمسكوا مع بعض يروحوا مكوّنين ده، اسمه الريبوسوم. طيب إزاي بقى بيتبني؟ إزاي ده بيتكوّن أصلًا اللي هو الريبوسوم ده؟ أقول لِك، ال4 أنواع بتوع الRNA بيتكوّنوا في النواة، إمم. والبروتين كده عارفين بيتكوّنوا في السيتوبلازم، إمم. يتحدوا مع بعض ويكوّنوا ده. إمم. طيب الريبوسوم بقى بيتكوّن من إيه؟ من حتتين، الحتة الكبيرة تحت وحدة الريبوسوم الكبيرة، ودي اللي بيتكوّن فيها مين؟ وده اللي بيمسك في مين؟ في الtRNA، بيكوّن موقع البيبتيدايل وموقع الأمينو أسيد. طب وتحت وحدة الريبوسوم الصغيرة اللي بتمسك في mRNA، يعني واحدة بتمسك في tRNA والتانية بتمسك في mRNA. طيب لو عندما لا يكون الريبوسوم قائمًا بعمله في إنتاج البروتين، فإن وحدة الريبوسوم ينفصل عن بعضها، يعني مش دايمًا ماسكين مع بعض، هم إمم. دايمًا مفصولين، ما بيمسكوش إلا أثناء عملية إيه؟ الترجمة. ترجمة. إمم. طيب تالت نوع والأخير
الناقل الشيال. هو انت مثلا يعني هو ازاي اصلا تتابع ده هنعتبر ان ده الراس بتاعه الام ار ان اي، وده الديل اللي هو فيه ادينين 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 ادينين، ده 3 وده 5. احنا هنا مثلا اي يو جي بتيجي تحت وحده الريبوسوم الصغيره ده اهي، إمم. وتروح مناديه، هتنادي على الشيال الجديد. ازاي الشيال بيمسك هنا؟ الدي ان ايه والار ان ايه عندهم خاصيه بنت لذينه، التضاعف حصل بالتكامل، النسخ حصل بالتكامل، الاصلاح حصل بالتكامل. يعني الادينين قصادها يوراسيل او ثيامين، الجوانين قصادها سيتوزين، هم ثابتين. بس كمان إمم. فعشان الشيال يمسك هنا يبقى هيمسك بايه؟ بالتكامل. تكامل. يعني الادينين قصادها يوراسيل، يو يو، واليو قصادها ايه، إمم. والجي قصادها سي. سي. ده تتابع هيعمل روابط ضعيفه هنا، روابط هيدروجينيه، بحيث ان هم يمسكوا لما يخلص دوره يفصل تاني. إمم. فتلاقي دايما التي ار ان بتاعنا شكله عامل ازاي، وده موقع مضاد الكودون، مش ده الكود، إمم. ده المضاد بتاع الكود، ده المغناطيس بيمسك هنا، فتلاقي المنظر ماسك من هنا. طيب هو عباره عن ايه اصلا؟ بص، التي ار ان اللي هو الناقل بيبقى طويل جدا، وقلت لك هو الجين بتاعه دايما متكرر، موجود منه نسخ كتير. فالدي ان بتاعنا قلت لك يعني موجود منه كتير ليه؟ لان كل واحد متخصص لحمض اميني واحد. يعني مثلا ده بتاع اللي هو اليو اي سي، اللي هو يو اي سي دوت بيشيل فقط ما يمسكش غير الميثيونين، مش ده كود البدء، إمم. وده مضاد كودون البدء، ده بيمسك مع ده دايما، فده ما بيشيلش غير ميثيونين. طب هو انا هحتاج شيال واحد بس يشيل ميثيونين بس، ولا هحتاج من ده 100 نسخه، إمم. وهحتاج من اللي هو بيشيل الجلايسين 100 نسخه، وهحتاج مش عارف من اللي بيشيل ايه 100 نسخه. فعشان كده التي ار ان ايه في منه جينات كتير متكرره على الدي ان ايه. التي ار ان ايه ده موجود منه نسخ كتير. عارفه النسخ دي بتكون متجمعه في قد ايه؟ إمم. سبعات في تمانيات، سبعات في تمانيات، سبعات في تمانيات ورا بعض، عمالين متكررين كده على الدي، تلاقي دي ان ايه كده، ده تي ار ان ايه، تي ار ان ايه، تي ار ان ايه، تي ار ان ايه ورا بعض، جينات ار ان ايه، تي ار ان ايه، تي ار ان ايه، كلها دي عشان بس نطلع تي ار ان ايه كتير، متكررين بكميات كبيره. ليه؟ عشان هو انا عندي 20 حمض اميني، كل حمض اميني محتاج تي ار ان اي، فعندي 20 نوع من التي ار، مش انا عندي هنا 4 بس للار ار ان اي، أيوه آه. هنا 20. 20. ماشي، كل حمض اميني، كل حمض اميني واحد، هي 20 نوع. كل حمض، لا انا بقول لك ال 20 نوع لهم آه. 20 تي ار ان اي. عارفه اصلا ان الحمض الاميني الواحد ممكن يبقى ايه اكتر من شفره؟ يعني الميثيونين مالوش غير الاي وجي، ممكن مثلا الجلوتامين تلاقي ليه 6 شفرات. إمم. يعني ممكن تلاقي الحمض الاميني الواحد اكتر من شفره، وبالتالي اكتر من نوع من التي ار ان اي. فاهمه؟ طيب يعني اقل عدد 20، احنا هنقول 20 حمض اميني ب 20 تي ار ان اي، فانا عايز من تجارب كتير، محتاج اكتر من جين. فاهمه؟ طيب عندك شكل التي ار ان اي بقى، الشكل بتاعه عامل ازاي؟ طويل جدا، ومن طوله بيبدا يتلوى على بعض، فبالصدفه تلاقي ان في حتت بتقابل بعضها متكامله. خيط طويل، شفت الخيوط وهي كده كاملة. متكامله، مش متشابه، هو المتشابه مش هيمسك مع بعض، إمم. موجب مع الموجب ما يمسكوش، سالب مع سالب ما يمسكوش، لكن سالب مع موجب طويل جدا شبه الحبل ده، يروح عامل ايه؟ ماشي في الصيت ولازم طويل، يروح بص، مكملين بعض. لا كده يلاقي مثلا الحته دي فيها ادينين جوانين سيتوزين، وهنا يوراسيل سيتوزين جوانين، فيروحوا عاملين زي مغناطيس رابطين مع بعض، اهم. عملوا حلقه، هوب هنا راحوا عملوا حلقه، هوب هنا راحوا عملوا حلقه، فتلاقيه عامل المنظر ده. بنقراه منين؟ بدايته 3 ولا 5؟ 5. اي ار ان ايه بدايته 5. 5، يبقى بنقراه من هنا عشان الح... ها. الجامدين، احنا ما عندناش غير طلبه جامده، شطورين. شطاطير، اسمها شطاطير، الشطاطير دول. اللغة العربية ماشي، اقرا دي، راحت. اقرا دي، ها، التتابع ده ايه؟ أميني. ماشي، التتابع ده، لا التتابع اللي موجود على التي ار ان اي، ده تي ار ان 5 بقى أيوه. التتابع ده يتقري اي سي سي ولا سي سي اي؟ لأ سي. سي سي اي. آه. ليه؟ عشان احنا بدايتنا 5، 5.
إحنا بادئين من 5 فهُم يقول لك إيه، هو ليه مش ACC؟ عشان أنت لأ نهايتك دي 3. 3. حتى بيقول لك هنا ده الموقع اللي بيمسك فيه الحمض الأميني، فتيجي تبُص للtRNA تلاقيه عبارة عن 3 حلقات، يعني هو شريط بس يزدوج في بعض الأجزاء، إمم. وبعض الأجزاء المزدوجة دي بتكوّن حلقات. حلقات. إمم. حلقات. سيبك من الحلقة دي، سيبك من الحلقة دي، مش عاوزين نبقى أسماء، أنا أهم حاجة عندي حلقة مضاد الكودون، اللي هو الحتة اللي بتمسك في الكود، أيوه. دايمًا متكاملة مع الكود، الكود لو A U G دايمًا دي U A C يروحوا ماسكين مع بعض، إمم. ده اللي بيمسك في الmRNA اللي على الريبوسوم. طيب والحتة التانية والموقع التاني، ده موقع الارتباط بالحمض الأميني، إمم. فاكرة الmRNA كان عنده ديل عديد الأدينين؟ أيوه. هنا ده عنده ديل اسمه CCA وده موقع ثابت في كُلّه، ده الحتة اللي بتبقى شايلة الحمض الأميني، يعني عندك الناقل عنده حتة بتمسك في الmRNA أيوه وحتة دي. شايلة أيوه. الحمض الأميني، إمم. عبيط جدًا، هبل جدًا. فهو بيقول لك هنا في موقع الارتباط بالحمض الأميني وموقع مضاد الكودون، ده اللي بيمسك في الmRNA وده بيمسك في الحمض الأمين. الأميني اللي بيعبّر عنه الكود اللي أنت هتمسك فيه، ده باختصار أنواع الRNA أنواعه، وده باختصار برضه. على فكرة الحصة دي أنت هتفهم جدًا خلاص كده فهمت، إحنا كده فهمنا كل الRNA صح؟ أيوه. طيب تعالَ بقى نشوف فعليًا إحنا خدنا إيه، يعني اللي بيسمع الحصة دي ما خدش DNA قبل كده خالص، أقول لِك هو فهم إيه. أول حاجة إحنا راجعنا على التضاعف، راجعنا على أو فهمنا إيه لازمة اللولب المزدوج، وعرفنا إزاي نحدد الشريط اللي هننسخ منه اللي هو عليه المحفز اوعى تنسى، وعرفنا إن دايمًا إنزيمات البلمرة سواء DNA أو RNA بتبدأ من البداية 3 الأصلي عشان تبني شريط دايمًا بدايته 5. 5 بس كده، إحنا هنا دي ثبتت خلاص. طيب عملية تكوين شريط RNA من DNA اسمها عملية نسخ، نسخ. عملية الترجمة إن الRNA يطلع للسيتوبلازم يقابل إخواته ال3 أو يقابلوا إخواته الاتنين ويعملوا عملية ترجمة عشان يبنوا لك البروتين. خدنا بسرعة المفروض الحصة الجاية هناخد حاجة اسمها الشفرات الوراثية، اللي بعدها هناخد الترجمة. عارفة إمم. ترجمة هنعمل إيه؟ هنفضل تاني نعيد ونزيد في الحتة دي. شُفت الحتة اللي إحنا قعدنا نقول فيها ده أيوه. هيقابل ده، هنعيدها تاني، حصة مش هتكمّل 5 دقايق، إن شاء الله. لمين؟ للي فِهم، الشطار كلّهم شطار. الشطاطير، اسمهم شطاطير، الله ماشي؟ أكبر. كده إحنا فهمنا إيه، تضاعف وعرفنا مش عارف إيه، وبعد كده دخلنا في تركيب نيوكليتيدة الDNA ونيوكليتيدة الRNA تاني، إحنا خدناها بنفس الطريقة ديّة أولاني، طيب بعد كده دخلنا في أنواع الRNA، خدنا كل نوع وعرفنا إزاي هُم بيتقابلوا. كده الحصة دي مش بس مقتصرة يالّا هناخد تركيب نيوكليتيدة الRNA تركيب الأنواع اللي مش عارف إيه، ما فيش الكلام ده، إحنا خدنا كل ما يخُص حرفيًا الRNA، يعني كل اللي هتعمله هتفتح مذكرتك الجميلة أو حتى كتابك، هتفتح أصل أنا مجمّع لك بقى كل حاجة، هتفتح الصفحة دي هتقرا هنا، هتقرا هنا، حرفيًا أنا باقول لك هتقرا ليه؟ أنت بس بتثبّت معلوماتك، تثبّت معلومات والأحسن إن هم يمسكوا ورقة وقلم ويقعدوا أيوه. كده يعملوا نفس اللي أنا يكتبوا. عملته كده، يفهم نَفْسه، وبعد ما يخلّص كل جزء يقرا ده، أنت كده، أنا عامل لك مذكرة كبيرة قد الأيباد ده مرتين، نفس اللي أنا باقراه لك هنا ده قدّه مرتين، فهتعرف تذاكره لوحدك، بس ده بالنسبة لده وخدنا برضه أنواع، فأنت يعتبر خدت ورقة ونُص فيما يقابل في الكتاب 5، 6، 7، 8 صفح والّا حاجة، تمام، حابة تقولي لهم حاجة؟ أقول لكم إيه، ركّزوا، ركّزوا، الموضوع سهل جدًا، ما فيهوش أي مشاكل، تمام، وهامتحن معاكم وهاطلع الأولى عليكم. تخيّلوا، تخيّلوا والله طَب ده يعني إيه، يا ولاد المذاكرة ما حلوة تستشعرش. المذاكرة حلوة على فكرة مش صعبة ومش بس كده أنا إن شاء الله بإذن الله الحصص الجاية كمان هنبدأ أنا نجهّز لكم شوية كده مش هاقول لكم نصايح على قد ما هي steps مهمة جدًا في وسط الحصص هاقولها لكم باستراحات، الحصة ديّة المفروض إنها double يعني دول حصتين مع بعض تمام، عشان بس ما حدش يعلّق على إنها طويلة. كان هذا كل شيء وأخيرًا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين and as always be healthy and be safe. السلام عليكم.